عملاق نائم صحى، وكل ده بسبب روسيا. بعد 10 سنين من قلة الاستثمار، ألمانيا بتتحول بسرعة لأقوى قوة عسكرية في أوروبا من تاني. هي بتزود إنفاقها على الدفاع بشكل عمره ما حصل قبل كده، وبتعيد كتابة قواعد دستورية قديمة بقالها سنين، وبتستثمر في أحدث المعدات العسكرية في العالم. وبكده هي بتسبب مشكلة كبيرة لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، مشكلة ممكن تهدد بشكل جدي خطط بوتين طويلة المدى لغزو مناطق تانية بعد أوكرانيا. لكن السخرية الكبيرة في الموضوع إن ولا حاجة من ده كانت هتحصل لو ما كانش فيه عدوان من روسيا، لأنه لما روسيا غزت أوكرانيا لأول مرة في 2022 ألمانيا ما كانتش بالضبط من أقوى الجيوش في العالم زي ما كانت زمان. بعد الحرب العالمية الثانية في مؤتمر بوتسدام سنة 1945 اللي حصل بعد استسلام ألمانيا، كل الدول الحليفة كانوا شايفين إن لازم ألمانيا تتجرد من السلاح بعد كده. ألمانيا الغربية وافقت، ومعظم السياسيين والألمان شافوا إن ده أقل حاجة يعملوها للتكفير عن العنف والفظائع في الحرب. الفيرماخت أو الجيش الألماني أتفكك. ملايين من أفراده السابقين استخدموا في السخرة بأوروبا والاتحاد السوفيتي، وكلفوهم بإزالة الألغام وإعادة الإعمار. كميات هائلة من المعدات العسكرية الألمانية إما اتدمرت أو تصادرت، وأمريكا بقت هي اللي بتتحكم في القرارات العسكرية الألمانية في السنين اللي بعدها. بعد كده جه الحرب الباردة، ومع بداية تصاعد التوتر بين الاتحاد السوفيتي والقوى الغربية أمريكا وحلفائها وافقوا على إعادة بناء جيش ألماني جديد اللي هو البوندسفير، واندمج في الناتو، وكان دايما تحت إشراف أمريكا المستمر. في قمة فترة الحرب الباردة كان فيه أكثر من 500,000 فرد في البوندسفير، وده خلاه قوة كبيرة جدا. لكن لما سقط جدار برلين وانهار الاتحاد السوفيتي، ألمانيا زي باقي أوروبا تقريبا بدأت تقلل من قواتها المسلحة من جديد. عدد الجنود الكلي كان بيقل سنة ورا سنة، وكمان قوة الجيش الألماني وقدراته كانت بتضعف، ووصل الحال لدرجة إنه المجندين الجدد اضطروا يتدربوا بعصي مكان البنادق عشان ما كانش فيه أسلحة كفاية للجميع. الجيش اللي كان زمان بيحاول يسيطر على العالم كله بقى مجرد صورة هزلية، والوضع كان بيزداد سوء بعد كده في العقد من 2007 ل 2017. وبرغم أن ألمانيا كانت أكثر دولة سكانا وأغنى دولة في أوروبا، صرفت بس 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بتاعها على الدفاع. معداتها كانت سايبة وعليها تراب كتير. وفي وقت من الأوقات في 2018 كان بس 4 من 128 طيارة يوروفايتر تايفون في سلاح الجو الألماني جاهزين للقتال. الأمن كان في آخر أولويات ألمانيا، وكان بالكاد مجرد فكرة جانبية في عقول الناس والسياسيين، وكثير منهم كانوا حاسين إن أيام الحروب الكبيرة والصراعات العالمية انتهت وخلاص. وكان ده اعتقاد شائع في كل أوروبا الغربية. دول زي فرنسا، إسبانيا والمملكة المتحدة كانوا حاسين بالأمان والاطمئنان كجزء من تحالف الناتو، ومحميين بأقوى قوة عسكرية في العالم الولايات المتحدة، وواثقين إن أهوال الحرب عمرها ما هتأثر على شعوبهم أو تمس أراضيهم تاني. وزي ألمانيا، هن كمان شافوا الإنفاق على الدفاع بيقل وأعداد الجيوش بتصغر مع مرور السنين. بحلول سنة 2022 الجيش الألماني كان في حالة سيئة جدا، لدرجة إن واحد من أكبر العقول العسكرية في البلد، الفريق ألفونس ميس قائد البوندسفير وقتها، عبر بصراحة عن إحباطه من ضعف بلده اللي وصلت له. هو قال إن الجيش الألماني واقف هناك تقريبا من غير أي إمكانيات في الوقت اللي روسيا كانت بتحشد قواتها على حدود أوكرانيا، وأضاف إن خياراته لدعم حلفائه كانت محدودة جدا. وده تأكد لما الجيش الألماني عرض بشكل محرج إنه يبعث كام ألف خوذة عسكرية لأوكرانيا علشان يساعدهم يدافعوا عن نفسهم ضد غزو محتمل. لا دفاعات جوية ولا ذخيرة ولا صواريخ ولا بنادق، بس خوذات. العرض ده اتسخر منه ناس كتير، وعمدة كييف نفسه فيتالي كليتشكو قال عليه إنه نكتة، بس ده كان دليل على قد إيه التراخي دخل الجيش الألماني وقد إيه مستواه نزل بعد ما كان في قمة زمان. قواتها الجوية كانت اتدمرت وصرفها كان قليل، والقوات البرية كانت شغالة بنسبة جاهزية 50% بس، وألمانيا بشكل عام ما كانتش مجهزة خالص إنها تأثر في أي صراع حقيقي في العالم بشكل كبير. وبعدين حصل صراع حقيقي كبير، روسيا غزت أوكرانيا، وألمانيا وجيرانها الأوروبيين اتصدموا
وفاقوا على الواقع. لحسن الحظ في الوقت اللي دول تانية اترددت وسياسيينها كانوا بيتناقشوا وبيأجلوا قراراتهم، ألمانيا اتحركت. المستشار بتاعها وقتها أولاف شولتز أعلن عن صندوق خاص فوري بقيمة 100 مليار يورو علشان يقوي الجيش الألماني، وفي نفس الوقت وعد بدعم عسكري ضخم لأوكرانيا زي أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ ستينجر أرض جو وآلاف الجالونات من الوقود. وهو بيدافع عن قراره، شولتز قال إنه ده مسؤولية تاريخية على ألمانيا إنها تواجه فلاديمير بوتين وتحمي حرية ألمانيا وديمقراطيتها. كان الموضوع أشبه بزلزال وتغيير كبير وجذري في موقف الألمان تجاه الجيش بعد سنين طويلة من التحفظ شبه المسالم، لكن اتضح أن ده كان مجرد بداية لحاجة أكبر بكتير. في السنين اللي بعدها شولتز اتبدل وجاء مكانه مستشار ألماني جديد اسمه فريدريش ميرتز، اللي زود الإنفاق العسكري أكتر وسرع عملية تحديث الجيش الألماني وتوسيعه، وحتى عدل أجزاء من الدستور عشان يقدر يعمل كده. لسنين كان في بند في الدستور اسمه كبح الديون بيحدد بدقة المبلغ اللي الحكومة تقدر تستلفه لتمويل الجيش، وده فعليا كان بيحدد قد ايه البلد تقدر تصرف على مشاريع الجيش والمشتريات والتوسعات. في سنة 2025 كبح الديون اتغير تعريفه. المستشار ميرتز أقنع أغلبية البرلمان الألماني بصوته لصالح تعديل دستور البلد عشان يستثنوا الإنفاق الدفاعي من كبح الديون، وده بدوره خلى ألمانيا حرة تصرف اللي هي شايفاه مناسب على دفاعها. من اللحظة دي كانت لحظة ضخمة وثورة ثقافية زي ما قالت صوفيا بيش، كبيرة الباحثين في معهد كارنيجي للسلام وهو مركز أبحاث في واشنطن العاصمة. وقالت بيش الغزو الروسي لأوكرانيا فعلا غير الطريقة اللي ألمانيا بتتعامل بيها مع الدفاع. الجنرال كارستن بروير رئيس الجيش الألماني وافق وقال لبي بي سي نقدر نسميها جرس وإنذار، ما كناش قادرين ولا عايزين نضغط زر الغفوة تاني في الموضوع ده. كانت خطوة كبيرة جدا لألمانيا وللشعب الألماني أكيد، وكل ده حصل مش بس بسبب روسيا لكن كمان بسبب الولايات المتحدة اللي في فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب زودت الضغط على الدول الأوروبية زي ألمانيا علشان يعززوا دفاعاتهم بنفسهم بدل ما يعتمدوا بشكل كبير على أمريكا زي ما كانوا في الماضي. فعلا في مؤتمر ميونخ للأمن سنة 2025 بعد أسابيع قليلة من تنصيب ترامب، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ألقى خطابا حذر فيه القادة الأوروبيين إن أمريكا مش هتكون الضامن لأمن أوروبا بعد كده. الخطاب ده بالذات بحسب المطلعين هو اللي أقنع المستشار ميرتز إن القوى الأوروبية لازم تسعى للاستقلال التجريدي عن أمريكا ويتخلوا عن العقائد والأنظمة اللي كانت أساسية في طريقة تعاملهم مع الدفاع لعقود طويلة. دي نقلة ضخمة جدا، لكن ألمانيا ما ضيعتش وقت ورتبت خططها وبدأت تاخد الخطوات اللازمة عشان تتحرك ناحية الاستقلال العسكري. إعادة صياغة قاعدة كبح الديون كانت البداية بس. بعد التغيير ده على طول المستشار ميرتز وافق على صندوق خاص ضخم بقيمة 500 مليار يورو وأعلن عن نيته يخلي البوندسفير أقوى جيش تقليدي في أوروبا كلها، ويبان إنه مع الطريق الصح لتحقيق ده. ميزانية الدفاع بتاعتها مثلا زادت جامد من 86 مليار يورو في 2025 ل 108 مليار في 2026 ولسه حتزيد أكتر وتوصل ل 152 مليار في 2029. للمقارنة ميزانية الدفاع في بريطانيا حتوصل ل 74 مليار جنيه استرليني بحلول 2028، وفرنسا التزمت تصرف 64 مليار يورو على جيشها في 2027. يعني هدف الإنفاق بتاع ألمانيا في 2029 أكبر من مجموع أرقام فرنسا وبريطانيا مع بعض. بس في فرق كبير بين إنك تصرف فلوس وإنك تصرفها صح. طيب ألمانيا ناوية تعمل إيه بكل المليارات دي من اليورو؟ طيب قبل ما ندخل في التفاصيل دي، إحنا بنعمل برنامج الجيش عشان نشرح إزاي القوة بتتحرك فعلا. لو أنت جديد هنا دوس اشتراك عشان ما يفوتكش اللي جاي. دلوقتي دايما في مخاطرة لما دولة فجأة تبدأ تصرف مبالغ ضخمة على جيشها إن جزء من الفلوس دي ممكن يضيع هدر، أو الناس اللي ماسكة القرار مش عندهم خبرة كفاية أو المعلومات الصح اللي تساعدهم ياخدوا أفضل وأذكى قرارات. لحسن الحظ ده مش باين إنه حاصل في برلين. ألمانيا معروفة بسمعتها القوية في الكفاءة والتنظيم في كل حاجة تقريبا، واحنا شايفين فايدة الأسلوب العملي ده في خطة الشراء بتاعتها لحد دلوقتي. في سنة 2026 مثلا القوات الجوية الألمانية هتعمل تطوير كبير وهتستبدل طيارات التورنادو القديمة اللي عندها وهتجيب مكانهم بعض من أفضل المقاتلات في العالم
اللي هي F-35. ده يعتبر لحظة فارقة كبيرة، لأنه البلد أخيراً هتنتقل لقوة جوية من الجيل الخامس، وطيارات F-35 هتخلي ألمانيا تلعب دور أكبر وأهم في الردع النووي لأوروبا والكل حلف الناتو. وألمانيا مش هتوقف عند كده، ألمانيا كمان بتقود تطوير طيارة مقاتلة بدون طيار مع دول تانية واسمها إيرباص وينجمان، واللي لما تخلص هتقدر تنفذ مجموعة من المهام زي الاستطلاع الجوي والتشويش على الرادار والقتال جو والضربات جو-أرض. الوينجمان اللي حيتم قيادتها بالذكاء الاصطناعي حترافق المقاتلات الأوروبية في عملياتهم، ومتوقع يتم إطلاقها في الثلاثينات ولو مش قبل كده. وعلى الأرض ألمانيا بتدير واحدة من أكبر صفقات السلاح في تاريخها كله، مشروع أرمينيوس. المشروع ده هيشهد دخول لحد 3000 دبابة قتال بوكسر للخدمة في الجيش الألماني، و40 مليار يورو هيدفعوا لاثنين من أكبر شركات الدفاع في البلد، راين ميتل وKNDS دويتشلاند، بديزاين مرن وقابل للتعديل. البوكسر بيتجهز لأي مهمة أرضية تقريبا وفي أي بيئة، سريع ومرن وقادر جدا على الصمود، ومزود بأحدث وأفضل تكنولوجيا أوروبية. البوكسر قوي كفاية إنه يتحمل طلقات 14.5 ملم والعبوات الناسفة والقنابل الصغيرة وغيرها من التهديدات. وجنود ألمانيا هيقدروا يركبوا العربيات دي في المعركة قريب جدا، مع أولى عمليات التسليم اللي هتبدأ في نهاية 2026 وهتستمر لحد 2030. دفاعات ألمانيا الجوية كمان بتتحسن يوم ورا يوم. الأنظمة الأرضية الجديدة ادعمت بتمويل من ميزانية ألمانيا العادية وكمان من الصندوق الخاص البالغ 500 مليار اللي أعلن عنه المستشار ميتس. وجدير بالذكر أنه برلين التزمت كمان بتقديم ما لا يقل عن 9 مليار يورو سنويا لأوكرانيا لحد سنة 2029. هي بتقدم دعم مالي وعسكري ضخم لحليف بيخوض حرب فعلية مع روسيا، وفي نفس الوقت بتوسع وبتطور جيشها هي كمان. النوع ده من الطموح غالبا أكبر من قدرة أغلب الدول، لكن واضح أنه مش مؤثر في ألمانيا. برلين كمان حاولت تتخلص من شوية الروتين اللي عادة بيبطئ عمليات الشراء وبيعطل الابتكار العسكري. الحكومة هناك أصدرت قانون لتسريع تخطيط ومشتريات الجيش الألماني عشان يقلل الوقت اللي كان بيخلي شراء المعدات الدفاعية في ألمانيا بطيء وممل قبل كده. بس الجيش القوي مش بيتبني بس على الدبابات والطائرات والأنظمة الذكية، هو كمان محتاج ناس. حسب الجنرال بروير فيه حاليا 182 ألف فرد في الخدمة الفعلية بيخدموا في الجيش الألماني. ده أقل بكتير من قوة روسيا الضخمة اللي تتكون من أكتر من 1,000,000 جندي. ألمانيا مش ناوية توصل حتى قريب من رقم 1,000,000 جندي، بس بروير عايز يشوف عدد الأفراد بيزيد بأسرع وقت ممكن، وحاطط أهداف متفائلة إنه يضم 20,000 جندي جديد بحلول 2027 وحوالي 60,000 خلال ال10 سنين الجايين. ألمانيا كمان ناوية تدعم جيشها النظامي بقوة احتياطية حوالي 200,000 فرد، وده هيدي البلد تقريبا 500,000 فرد عسكري مدرب تقدر تعتمد عليهم لو دعت الحاجة. عشان يحقق الأهداف دي بروير بدأ حملة تجنيد ضخمة هدفها تشجيع آلاف الشباب القادرين على الانضمام للجيش. وبرضه مش مستبعد فكرة التجنيد الإجباري لو خطة التجنيد مش جابت عدد كافي من الجنود، لكن لحد دلوقتي التجنيد شكله شغال كويس. في فبراير 2026 16,100 ألماني قدموا للانضمام للقوات المسلحة، وده زيادة بنسبة 20% مقارنة بسنة 2025. 5,300 من المتقدمين دون انضموا رسميا للجيش، وده زيادة بنسبة 14% عن سنة 2025. وألمانيا بتستغل أفرادها وبتأسس وجود عسكري دائم في منطقة البلطيق بلواء كامل، وهو اللواء المدرع ال45 اللي موجودة في ليتوانيا. حوالي 1200 جندي متمركزين في ليتوانيا، وفي خطط يوصلوا لحد 5000 جندي بنهاية سنة 2027. ده مش مجرد استعراض، ده دليل قوي على استعداد ألمانيا المتزايد للحرب. وميتز بنفسه قال اللواء ده مش رمز سياسي لكن مساهمة عسكرية في الردع والدفاع. ألمانيا كمان بتبني ثكنات جنب حدود بيلاروسيا، والمفروض تخلص برضو بحلول سنة 2027، ودي هتوفر سكن لحد 3000 جندي ألماني، وبتبعث رسالة واضحة لبوتين إنه ألمانيا أكتر من جاهزة تدافع عن حدودها. لكن رغم كل التحسينات دي لسه في تحديات قدامهم. ألمانيا مش هتقدر ببساطة تعوض سنين طويلة من قلة الاستثمار بين يوم وليلة،
ومفيش عصاية سحرية تقدر تخلي جيش من الأفضل في العالم يظهر في لحظة. لسه عندها حاجات ناقصة وأهداف لازم تحققها وعقبات تتغلب عليها. هي بوضوح محتاجة جنود أكتر مثلا، ولازم تفضل تحاول تجند أكبر عدد ممكن بأسرع وقت ممكن، خصوصا مع زيادة خطر العدوان الروسي كل شهر عن التاني. وبرضه لسه عندها نقص في مجال الضربات العميقة، وفابيان هوفمان الخبير في الصواريخ اعترف ان ألمانيا عندها فجوة كبيرة جدا في قدرات الصواريخ بعيدة المدى والضربات العميقة، وبرلين لازم فعلا تعمل أكتر عشان تحل المشكلة دي. لحسن الحظ ألمانيا طلبت 400 من صواريخ توماهوك المجنحة، وده خطوة كبيرة في الاتجاه الصح، بس هيحتاجوا أكتر من كده عشان يجهزوا البلد والقارة لأي تهديد بحرب شاملة مع روسيا في السنين الجاية. ألمانيا كمان محتاجة تضمن أنه العقيدة العسكرية وهياكل اتخاذ القرار عندها تتطور وتتحدث زي قواتها العسكرية. لازم تكون قادرة تتصرف بسرعة وترد وتتفاعل مع التهديدات من غير تأخير أو تردد ملوش لازمة، عشان تجهز نفسها فعلا لساحات المعارك بتاعت بكرة. فعلا لعبة حرب مثيرة حصلت قريب، وضحت أهمية التحرك السريع في الحروب الحديثة. لعبة الحرب كانت بتحاكي هجوم روسي على تحالف الناتو، والكرملين اخترع أزمة إنسانية مزعومة في الجيب بتاعه كالينينغراد، واستخدم ده كحجة عشان يعمل ممر عبور بين الجيب والأراضي الرئيسية. وبعد كده بعتت قوات وسيطرت على مدينة ريتوانية كبيرة، وكل ده حصل في أيام قليلة، وقوات الناتو كانت بطيئة وما قدرتش توقفهم. في لعبة الحرب رد فعل ألمانيا المحاكاة كان كله تردد وخوف من التصعيد، وده ادى الروس وقت وحرية يحققوا أهدافهم. لو حصل موقف زي ده في الحقيقة، ألمانيا هتحتاج تاخد قرارات أسرع بكتير وتتصرف بحسم وتحدي عشان تدافع عن حلفائها، وده كمان هيكون تحول كبير لأكبر اقتصاد في أوروبا. لأجيال بعد الحرب العالمية الثانية أساس الأمن الأوروبي كان مبني حوالين ألمانيا مقيدة ومتحفظة، ولا دولة من جيران ألمانيا كانت عايزة تشوف برلين مسلحة وتقدر تغزو دول تانية. فعشان كده قبلوا الإشراف الأمريكي وسمحوا لألمانيا ولنفسهم يبقوا أضعف مع مرور السنين. دلوقتي كل حاجة بتتغير. درع الحماية الأمريكي اللي كان فوق أوروبا اتشال جزئيا، وده أكبر وأغنى دول القارة تدافع عن نفسها بنفسها. وبما أنه ألمانيا هي الدولة اللي عندها أكبر ميزانية دفاع بينهم كلهم، فهيبقى ليها دور حاسم ورئيسي في تشكيل مستقبل دفاع القارة. ولحسن حظ أوروبا ولسوء حظ روسيا، المستشار ميتس واضح أنه فعلا بياخد الموضوع بجدية وبيتحمل المسؤولية. ألمانيا بتعمل كل الخطوات الصح، بتجند جنود وبتصرف فلوس أكتر وبتستثمر في أنواع المعدات الصح، وكمان بتأسس وجود دائم على أراضي الحلفاء. ببطء لكن بثبات برلين بتتحرر من القيود اللي كانت مكبلة جيشها لفترة طويلة. الوحش الألماني بيطلق له العنان، وده وحش حتى روسيا هتواجه صعوبة في ترويضه. المملكة المتحدة بتدخل في حالة استعداد الحرب، وروسيا هي السبب. الموضوع ما بقاش بس عن الجنود أو الأسلحة دلوقتي، الموضوع بقى تجهيز البلد كلها للصراع. خطة من أيام الحرب الباردة بتتجدد وبتتطور عشان تناسب الحروب الحديثة، وهدفها تخلي بريطانيا تشتغل تحت هجوم مستمر. الخطة دي بتشمل البنية التحتية، سلسلة الإمداد، استجابة المدنيين، وطريقة عمل الدولة وقت ما القواعد العادية ما تعودش سارية. جوا كل ده فيه وثيقة ناس كتير ما يعرفوهاش، اسمها دليل الحكومة وقت الحرب. الوثيقة دي بتوضح ازاي المملكة المتحدة هتتعامل مع حرب جديدة ضد روسيا، بس مش بس للقوات المسلحة بتاعت الدولة، دي استراتيجية لبناء الصمود في المجتمع كله. تعالوا نبص على الخطة السرية دي ونعرف بتتكلم عن ايه وبتدخل ازاي في الاستعدادات المتزايدة للحرب ضد روسيا. إحياء دليل الحكومة وقت الحرب اتكشف عن طريق رئيس الدفاع البريطاني المارشال الجوي السير ريتشارد نايتون في مؤتمر الدفاع في لندن في أبريل 2026. في مقابلة لما تسأل إذا بريطانيا فعلا بتعيد إحياء دليل الحكومة وقت الحرب، قال أيوة أعتقد ده صحيح، وكمان وصف ده هيبقى عامل إزاي. رئيس الدفاع قال الناتو بيوصف الانتقال للصراع كجزء عسكري، بس كمان ليه جزء مدني، وقال إنه المدنيين لازم يكونوا واعيين إنه السلام النسبي اللي بريطانيا عاشته آخر 30 سنة بقى مهدد أكتر وأكتر. أيام الحرب الباردة بريطانيا كانت شايفة أن أكبر تهديد ليها هو غزو روسي أو حرب نووية شاملة، بس الزمن اتغير وكمان التهديدات اتغيرت. زي ما نايتون شرح، ده بيتطلب مننا إننا نثقف نفسنا ونساعد الناس يفهموا بعض التهديدات دي،
وكمان يفهموا إزاي يقدروا يدعموا البلد، ويمكن كمان يدعموا القوات المسلحة. وده بالضبط الهدف من كتاب الحرب الجديد، إنه يبني قدرة التحمل عند كل المجتمع علشان بريطانيا تقدر تنتصر في صراع جديد مع روسيا. على حسب كلام نايتن، النسخة المحدثة بتستفيد من دروس الحرب الباردة بس في سياق عصري مع مجتمع حديث وبنية تحتية حديثة. طيب الخطة دي بتشمل إيه؟ لسه بيشتغلوا عليها، وزي اللي قبلها غالبا هتكون سرية جدا. ممكن ناخد فكرة عن الإطار العام من النسخ اللي فاتت. كتاب الحرب الأصلي ظهر وقت الحرب العالمية الأولى وتحافظ طول القرن العشرين. طول الحرب الباردة كان التهديد الرئيسي هجوم من الاتحاد السوفيتي. النهاردة بس اسم الدولة المعتدية هو اللي تغير. سنة 2009 المؤرخ البريطاني الشهير بيتر هينيسي أقنع السلطات البريطانية يدولوا تصريح يطلع على نسخة من الخطة من أيام الحرب الباردة. هينيسي أو باسمه الكامل البارون هينيسي من نيمبسفيلد FBI هو أستاذ أتلي للتاريخ البريطاني المعاصر في جامعة كوين ماري بلندن من سنة 2001، وكمان هو عضو مستقل في مجلس اللوردات البريطاني. هينيسي كان مندهش من المحتوى، وقال في برنامج توداي على BBC إن المفاجأة فعلا في حجم واتساع الموضوع. 16 فصل علشان ينقلوا البلد من حالة السلم لحالة الحرب الكاملة، دي فعلا حاجة مدهشة. على مدار 16 فصل دول الوثيقة بتدي خطط وتعليمات دقيقة للخطوات اللي المسؤولين البريطانيين هيتبعوها سواء أثناء التحضير للمواجهة أو بعد ما القنابل تبدأ تقع. هي بتغطي الخطوات دي بتفاصيل دقيقة جدا على أساس أنهم ممكن يحتاجوا ينفذوها بمهلة إنذار من 7 إلى 28 يوم بس. حسب الخطط البلد كانت هتتقسم ل 12 منطقة، وكل منطقة هيحكمها وزير من الوزراء ومعاه صلاحيات واسعة، وكان هيساعدهم ضباط كبار ورؤساء شرطة وقضاة، وكلهم هيبقوا في المخابئ. شخصيات كبيرة كانت هتروح لمخبأ الحكومة المركزي تحت كوتسولتز. ومن الأماكن المحمية دي كان هيتم إنشاء نظام جديد تماما للحكومة المحلية والإقليمية والمركزية. البرلمان كان ممكن يصوت لإلغاء نفسه واستبدال الحكومة الديمقراطية المركزية بمفوضين إقليميين. دول وزراء هيبقوا مسيطرين تماما على إقليم من أقاليم المملكة المتحدة اللي اتنالت له صلاحيات، ومعاهم سلطة الموافقة على أحكام الإعدام. مجلدات كتاب الحرب والأرشيفات في كيو فيها كمان ملفات كتير بتغطي إزاي يقفلوا الطرق السريعة، وإزاي يجمعوا مخزون من الأكل، وإزاي ينظموا ترتيبات البث في وقت الحرب. الوثائق كمان بتوصف بالتفصيل ترتيبات التغذية وضرورة الحفاظ على مخزون كبير من الأطعمة الأساسية، وبتدي إرشادات الفلاحين عن إزاي يحموا مواشيهم من الإشعاع. كان المفروض يتم توفير إمدادات ومخزونات وتجهيزات كبيرة عشان يدعموا الانتقال لوقت الحرب. ده شمل معدات تغذية طارئة لتلبية احتياجات الناجين الغذائية بما فيهم الأطعمة الأساسية اللي كانت متخزنة في 65 مخزن احتياطي على مستوى الجمهورية. معظم شركات المرافق كانت محافظة على مخزونات الحرب. على سبيل المثال شركة بريتش تيليكوم أو PT كان عندها مخازن طوارئ فيها كميات كبيرة من الكابلات والأعمدة اللي ممكن تستخدم لإعادة إنشاء شبكات الاتصال. كتير من مراكز تبادل PT المحلية كان عندها مخازن وأكل في المكان، وكمان طوب طوارئ علشان يبنوا ملجأ مؤقت ضد الإشعاع. الحاجات دي كانت جزء من بنية اتصالات قوية وانتشرت في كل المملكة المتحدة. البنية التحتية دي كانت بتشمل منشآت محصنة، ملاجئ تحت الأرض، أبراج مايكروويف، وشبكات طوارئ مصممة علشان تتخطى المدن اللي اتدمرت نوويا. الخطط دي شملت نقل التحف من لندن لاسكتلندا، إخلاء المستشفيات من غير الحالات الحرجة، والسيطرة الكاملة على المعلومات أو الرقابة. فعلا زي ما السير ديفيد أومند اللي كان موظف حكومي سابق وشارك في التخطيط بيفتكر، قال: أكتر إجراء كنت بحبه واللي دايما كان بيثير جدل كبير هو فرض الرقابة على المراسلات الخاصة. تخيل إنه الوزراء ما كانوا يوافقوا يكتبوا الإجراء ده غير في الآخر لما الحرب بقت حتمية. ممكن نفضل نتكلم كتير. الاهتمام بالتفاصيل في كتاب الحرب فعلا مذهل. أكيد مع تطور الحروب والتهديدات اللي بتواجه المملكة المتحدة كتاب الحرب تغير كمان. كان بيتم تنظيم تدريبات منتظمة كل سنتين مبنية على الكتاب، وده عن طريق كبار الموظفين المدنيين زي أومند، وده كان مدعوم بإحاطات داخلية يومية وخطط استعداد وطني مستمرة زي تخزين الأكل ومواد البناء للملاجئ. عملية الحفاظ على الإجراءات المناسبة وتطويرها
وتنفيذ الإجراءات المناسبة بناء عليه استمرت لعقود. إجراءات كتاب الحرب بقت جزء من الحياة اليومية للبريطانيين، وفجأة الاتحاد السوفيتي انهار، والتهديد الرئيسي للمملكة المتحدة اختفى تقريبا وبقى غير مهم، ومعه راح تركيز المملكة المتحدة على الاستعداد للحرب. الأرقام الرئيسية بتحكي القصة. في الخمسينات الإنفاق الحكومي على الصحة العامة كان حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. بحلول 2020 بقى حوالي 12%. وعلى العكس الإنفاق على الدفاع نزل من حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف الخمسينات لحوالي 2.3% النهاردة. والنتيجة؟ طيب، من وجهة نظر عسكرية، زي ما قال وزير الدفاع البريطاني الحالي جون هيلي وسابق بن والاس، القوات المسلحة البريطانية اتفرغت من قوة بسبب سنين من نقص التمويل. في قمة قوتها كانت الإمبراطورية البريطانية أقوى دولة على الكوكب، قوة مهيمنة. إمبراطوريتها حكمت ربع سكان العالم وربع مساحة اليابسة في العالم. البحرية البريطانية كانت أكبر من أكبر بحريتين بعدها مجتمعين، وكانت الوسيلة الأساسية لفرض القوة عالميا. إجمالي حجم القوات المسلحة النظامية في المملكة المتحدة سنة 1990 كان تقريبا من 305,000 إلى 311,000 فرد، مش 150,000. وكمان القوة ما كانتش نص حجم قوة سنة 1980 اللي كانت حوالي 327,000. يبدو أن النص اختلط عليه حجم القوات المسلحة كلها مع حجم الجيش البريطاني لوحده اللي كان تقريبا 152,000 فرد في سنة 1990. عشان نكون واضحين، المملكة المتحدة لسه بتعتبر سادس أقوى جيش في العالم بعد أمريكا وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية. ترسانتها النووية وقواعدها العالمية وأسلحتها المتطورة وقوتها الناعمة، كل ده بيخلي فيه قوة قليلة تقدر تنافسها رغم تراجعها. مع ذلك الأرقام مش مبشرة. في الثمانينات الجيش كان عنده أكثر من 1000 دبابة قتال رئيسية، دلوقتي عنده حوالي 200 دبابة ويمكن نصهم بس شغالين. للمقارنة روسيا خسرت أكثر من 4300 دبابة لحد دلوقتي في أوكرانيا. البحرية الملكية تعرضت لكذا هجوم بالكلام من الرئيس دونالد ترامب اللي وصف حاملتي الطائرات بتوعها HMS Prince of Wales و HMS Queen Elizabeth إنهم لعب أطفال وقدام وما بيشتغلوش. وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد رفض كلام ترامب وقال لا، احنا عندنا بحرية ملكية قوية. بس ترامب عنده وجهة نظر. دايما بيتقال ان البحرية الملكية فيها ادميرالات اكتر من السفن، حوالي 40 ادميرال و13 سفينة حربية. وعلى الرغم ان حاملات الطائرات مصممين يشيلوا 36 طيارة مقاتلة، ولا واحدة فيهم شالت اكتر من 18 بسبب نقص الطيارات المناسبة. دلوقتي من نهاية الحرب الباردة لحد اوائل 2022 باستثناء بعض الدوائر الصغيرة، تقليل قوة القوات المسلحة البريطانية ما كانش موضوع مهم بالنسبة للبريطاني العادي. معظم الناس كانوا مبسوطين بزيادة إنفاق الحكومة على الصحة والخدمات، حتى لو ده كان على حساب ما كانوا بيوصفوه بلطف بأنه قوات مسلحة أصغر. في الآخر مع ضعف روسيا واحتواء تهديد الهجمات الإرهابية من الجهاديين الإسلاميين، التهديدات المباشرة لأمن بريطانيا تقريبا اختفت. التخطيط الدقيق في خطط الحرب اتنسى، واتساب عليه التراب، وفكرة بناء القدرة على التحمل وقت الحروب شبه اختفت من الكلام. الاستعدادات اللي اتجمعت وتمرنت عليها سنين خلت المملكة المتحدة من أكتر الدول استعداد للصراعات، بس دلوقتي ده ما بقاش يفرق. زمن السلام جه وبقى هو اللي هيفضل، أو على الأقل ده كان اللي باين. وبعدين روسيا غزت أوكرانيا في فبراير 2022، والتهديد الروسي رجع يرمي بظلاله المخيفة على الجزر البريطانية من تاني. خلال الحرب المملكة المتحدة كانت من أكثر الحلفاء اللي وقفوا مع أوكرانيا. من فبراير 2022 لحد فبراير 2026 المملكة المتحدة وعدت أوكرانيا بمساعدات لا تقل عن 21.8 مليار جنيه استرليني، يعني حوالي 29.5 مليار دولار، حوالي 60% من المبلغ ده، يعني 17.6 مليار دولار كان مساعدات عسكرية مباشرة، ولسه في 4.06 مليار دولار هيتقدموا كل سنة لحد 2030-31 أو لحد ما الحرب تخلص. المملكة المتحدة كمان دربت أكثر من 62 ألف فرد أوكراني عندها في بريطانيا ضمن عملية انترفلكس، اتفاقية تاريخية لمشاركة تكنولوجيا ساحة المعركة.
توقعت في يونيو 2025 وإنتاج الطيارات بدون طيار لأوكرانيا من خلال شراكات بين شركات أوكرانية وبريطانية بيزيد. شراكة بين الشركة الأوكرانية سكيتون وشركة بريفل البريطانية هدفها زيادة إنتاج طيارة سكيتون المجربة في المعارك رايبرد في منشآت بريفل الموجودة في بريطانيا. وفي نفس الوقت بدأ الإنتاج الضخم لطائرات أوكتوبوس 100 الاعتراضية الأوكرانية من خلال مشروع مشترك تاني بين بريطانيا وأوكرانيا اسمه مشروع أوكتوبوس في بريطانيا في يناير 2026 في مصنع جديد في ميلدن هول. المنشأة اللي بتديرها الشركة الأوكرانية أوكرا سبيك سيستمز UK هدفها إنتاج آلاف الطيارات من النوع ده كل شهر. أول طيارات تبعتت لأوكرانيا للاختبار في يناير 2026 وتم الإبلاغ عن رحلات ناجحة. دلوقتي زهقت من نفس القصص ونفس التحليلات المملة على كل قنوات الأخبار العسكرية؟ في ذا ميلتري شو منغوص أعمق ونشرح القصص وسياقها وليه هي مهمة. فاشترك في قناة علشان دايما تبقى فاهم بالضبط إيه اللي بيحصل وليه. دلوقتي مع المستوى العالي من التدخل العسكري اللي لسه شرحناه، غير كمان الجبل من الدعم الدبلوماسي والمالي والإنساني اللي بريطانيا قدمته لأوكرانيا، مش غريب إن الروس يكون عندهم نظرة سلبية جدا لكل ده. في الحقيقة مخاوف روسيا من بريطانيا شكلها اتحولت لبارانويا صريحة. بعد عملية أوكرانيا الجريئة اللي اسمها شبكة العنكبوت في يونيو 2025، السفير الروسي في بريطانيا أندري كيليان اتهم بريطانيا أنها شاركت في تنظيم الهجوم المتعدد الجوانب على القواعد الجوية الاستراتيجية الروسية. في مقابلة مع سكاي نيوز قال إن نجاح العملية كان محتاج بيانات جغرافية متطورة مش موجودة غير عند الولايات المتحدة وبريطانيا. الولايات المتحدة نفت تورطها على حد قوله، لكن بريطانيا ما نفتش. احنا عارفين كويس تورط لندن والجنود البريطانيين بشكل كبير مع أوكرانيا. أضاف بعد كم شهر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي خدت خطوة أبعد وادعت إن بريطانيا هي أكبر محرض على الحروب في العالم وإنها بتشارك بشكل نشط في تقويض محاولة ترامب للتفاوض على السلام. حان الوقت نفضحهم ونبعث رسالة واضحة للألبيون الخائنة ونخبتها، مش هتنجحوا. قالوا الكلام ده بتهديد. ومع الخطاب الروسي اللي بقى أكثر عدوانية، زادت التقارير عن عمليات الحرب الرمادية أو الهجينة اللي بتقوم بها روسيا في أوروبا وبريطانيا، وده بيشمل هجمات إلكترونية وضغط اقتصادي وحملات تضليل إعلامي وتسلل بالطائرات المسيرة وتخريب وتعطيل البنية التحتية. ومؤخرا بريطانيا اتهمت روسيا إنها قامت بعملية غواصات سرية بتهدد الكابلات والأنابيب تحت البحر اللي تخص بريطانيا. وبحسب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، العملية استمرت أكثر من شهر، مع إن في الآخر مفيش كابلات اتضررت فعليا. لكن مع الحلفاء بريطانيا تابعت كل ميل من تحركات الثلاث غواصات الروسية، واحدة من فئة أكولا واثنين من غواصات المراقبة التابعة للإدارة الرئيسية للأبحاث البحرية العميقة أو جوجي، بخلاف صورة بالقمر الصناعي لثلاث سفن وهي بتغادر ميناء أولينيا في روسيا، ويقال إنها متجهة للمياه البريطانية. مفيش دليل قوي يدعم الادعاءات دي. روسيا رفضت الادعاء ده وقالت إنه مستحيل تصديقه أو التحقق منه، وده على ما يبدو هو الهدف بالضبط. لو بصينا للموضوع لوحده ممكن يبقى عندهم وجهة نظر، بس ده مش حادث منفصل. حوادث التخريب الروسي للبنية التحتية الحيوية والهجمات السيبرانية واختراقات بالطائرات المسيرة واستفزازات الحرب الهجينة كلها فعلا بتزيد. عشان كده بتشوف عدد أكبر من المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين مقتنعين إن روسيا بعد أوكرانيا هتوجه نواياها العدوانية للناتو، والتحذيرات بقت أكثر تكرارا ووضوح مع تطور الحرب في أوكرانيا. على سبيل المثال الجنرال سير رولي ووكر رئيس أركان الجيش البريطاني حذر في مايو 2025 إنه التهديد للناتو حقيقي، وأكد إن مفيش وقت كافي للاستعداد لأي عدوان روسي في المستقبل. رئيسة جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 المعينة حديثا بليز مترويلي وصفت روسيا في أول خطاب علني لها في ديسمبر 2025 إنها عدوانية وتوسعية وبتسعى لتغيير الوضع القائم، وأكدت إنه بوتين عايز يخضع أوكرانيا ويضايق الناتو. نايتين بنفسه صرح في ديسمبر 2025 إن الوضع أخطر من أي حاجة شفتها خلال مسيرتي المهنية. دعا المجتمع كله يشارك في الدفاع قدام زيادة حالة عدم اليقين والتهديد، ووضح إن احتمال غزو روسيا لدولة من دول الناتو بقى أعلى. ودلوقتي إعادة إحياء كتاب الحرب بتخلي النداء ده واقع فعلا. بريطانيا بالفعل بدأت تاخد خطوات كبيرة عشان تعيد هيكلة قواتها المسلحة.
وترجعهم لحالة الاستعداد للحرب بأسرع وقت ممكن. الإنفاق على الدفاع بيزيد. حكومة السير كير ستارمر التزمت بزيادة الإنفاق ل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، يعني حوالي 270 مليار جنيه استرليني أو 365 مليار دولار، وده هيتبعه زيادة ل 3% في البرلمان الجاي و3.5% بحلول سنة 2035. تم الكشف عن استراتيجية دفاع وطني جديدة واللي بتبرز روسيا كأكبر تهديد للمملكة المتحدة، وخطة استثمار دفاعي مهمة لمدة 10 سنين الكل مستنيها بفارغ الصبر أو حتى بنفاذ صبر في كتير من الحالات. على الصعيد العسكري الأمور بتتحرك بسرعة كبيرة، بس مش الجيش بس هو اللي محتاج يكون مستعد للحرب. الحرب بتأثر على البلد كلها، الحكومة والشركات والناس العادية. ولو الجيش البريطاني بنفسه اعترف انه مش جاهز للحرب في الوقت ده، فالمجتمع البريطاني أقل استعداد بكتير. عشان كده الكتاب الجديد عن الحرب خطوة مهمة جدا. ده بيدل على تغيير جذري في الموقف من الدفاع للصمود، والفرق بينهم ليه تأثيرات كبيرة جدا. الدفاع يعني تحاول تمنع التهديدات، لكن الصمود بيعتبر انه بعض التهديدات هتوصل وبيركز على امتصاصها والتعافي. كتب الحروب وقت الحرب الباردة كانت شايفة تهديدين أساسيين: حرب نووية أو غزو روسي لبريطانيا. عشان كده الإجراءات كانت مبنية على التهديدات دي عشان تزود الصمود. كتاب الحرب النهاردة لازم يواجه تهديدات جديدة زي الحرب الصبرانية، قطع كابلات الاتصالات تحت البحر، وهجمات أسراب الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى. على حسب نيتن، حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية زي محطات الكهرباء وإمدادات المياه هتكون في قلب النهج الجديد. لما نجدد البنية التحتية للمياه أو الكهرباء أو النقل، لازم نفكر في تهديدات من عدو ممكن يتصرف أكتر من مجرد تهديد هجين، يعني تهديدات بتتعدى عتبة الحرب، مش بس تهديدات مختلطة حسب كلامه. ده بتطلب مننا إننا نثقف نفسنا ونساعد الناس يفهموا بعض التهديدات دي، وكمان نساعدهم يعرفوا إزاي يقدروا يدعموا البلد، وممكن كمان يدعموا قوات المسلحة على حسب كلامه. لكن يمكن أكتر حاجة معبرة هي كلامه إن عملية بناء القدرة على الصمود بتتطلب إننا ناخد اختيارات مختلفة ونحدد أولويات مختلفة. البيان بيأكد إنه المرونة ممكن تستدعي تغييرات كبيرة في الحياة في المملكة المتحدة، وده ممكن يكون صعب على ناس كتير. لسه مش واضح إذا كان كتاب الحرب الجديد شامل زي الكتب اللي قبله ولا لا. الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ممكن يبسطوا عملية كانت زمان بتاخد وقت وتكلفة كبيرة. بالإضافة لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية، الخطة الجديدة غالباً هتشمل زيادة القدرة الإنتاجية المحلية خصوصاً في الدفاع والطاقة. زي النسخ اللي فاتت من كتاب الحرب، لازم يكون في تنسيق أكتر بين الصناعة والحكومة، وبشكل أكتر جدلية أطر الاحتياط والتعبئة هتحتاج تتعدل بشكل شبه مؤكد. التجنيد الإجباري ممكن يتفكر فيه، ويمكن الأهم من كده هيكون لازم حملات توعية جماهيرية ضخمة عن مخاطر الأمن القومي، ومعاهم استنى تشوف زيادة في السيطرة على المعلومات والرقابة زي ما روسيا بتكتشف دلوقتي مع الغضب الجماهيري الكبير بسبب حجب موسكو لتطبيق المراسلة تيليجرام. حتى في وقت الحرب الإجراءات دي عادة مش بتتقبل كويس. لكن يمكن أكتر تغيير مهم هو التغيير النفسي. مع إعادة تطبيق كتاب الحرب، المملكة المتحدة مش بس بتستعد للحرب، في جوانب كتير هي بتعيد تعريف الأمن في القرن 21. المملكة المتحدة مش لوحدها في التكيف مع تهديدات العالم الجديدة والمعقدة. دول زي السويد وفنلندا وألمانيا نشروا أدلة للاستعداد للطوارئ، وبينصحوا المواطنين يخزنوا أكل ومية وأدوية. فرنسا هتطلق دليل دفاع مدني جديد من 30 صفحة، والمسؤولين مصرين إنه مش مرتبط بالحرب تحديداً. ألمانيا كمان حدثت توصياتها للاستعداد للطوارئ، وبينصحوا الناس يخزنوا احتياجات تكفيهم 10 أيام. بولندا بنت حواجز على الحدود وبتدرب الطلبة في المدارس على السلاح. ودول زي ليتوانيا أو إستونيا بيعملوا تدريبات عسكرية وطبية كبيرة، وبيجهزوا المستشفيات للحروب، وبيخزنوا مستلزمات طبية ضرورية. رغم أن قليلين وصلوا لمستوى كتاب الحرب للمملكة المتحدة، لكن واضح في تحول لنموذج جديد للاستعداد الدفاعي في أوروبا، واللي بيعتبر الحرب حالة مش مجرد حدث. خط المواجهة مش مكان، لكنه نظام، والمشاركين مش بس الجنود لكن المجتمع كله. وده بيغير كل حاجة، لأن لما دولة تغير طريقتها في التفكير بالشكل ده صعب ترجع زي الأول.
دلوقتي لو انت عايش في مدينة كبيرة في بريطانيا وبدأت تظهر من احتمال اندلاع حرب وشيكة مع روسيا، ما تقلقش. الاستعداد للحرب مش معناه بالضرورة انها هتحصل. زي ما المثل اللاتيني بيقول سيفيس بيسم بارا بيلوم، لو عايز السلام استعد للحرب. الموضوع مش ان بريطانيا والدول الأوروبية التانية بدأوا ياخدوا الدفاع والمرونة بجدية عشانهم متوقعين الحرب قريب. في المرحلة دي فيه أدلة كتير بتقول إن الضجة الكبيرة حوالين التحذيرات من هجوم روسي وشيك سببها عقود التسليح المربحة بقدر ما هي نية روسيا الحقيقية. الحرب ممكن تكون قريبة وممكن لا. الخطوات اللي بتعزز الصمود زي الرجوع لكتاب الحرب بتدل فعلا إن بريطانيا ما بقتش متأكدة إن السلام مستقر وموثوق فيه، ومع زيادة التوترات والاشتباكات العسكرية عالميا هيبقى ساذج لو افتكرنا العكس. ولما دولة خصوصا لو كانت قوية زي بريطانيا تبطل تفترض الاستقرار، بتبدأ تتصرف بشكل مختلف، بتبدأ تبني الصمود. إسبانيا قالت كفاية. بعد أكثر من 4 سنين بتتفرج على قوات بوتين وهم بيحاولوا يجتاحوا أوكرانيا، وكانت دايما بتدعم أوكرانيا طول الحرب. ودلوقتي إسبانيا وجهت ضربة قاضية. في أحدث مساعداتها إسبانيا قدمت لأوكرانيا الدعم اللي محتاجاه لمواجهة التهديد الجوي الروسي ولمساعدة أوكرانيا على تنفيذ هجماتها المضادة على الأرض. بوتين بقى من غير قوة دلوقتي، وكل ده عشان إسبانيا بتقدم بالضبط اللي أوكرانيا محتاجاه. الخبر انتشر يوم 22 أبريل. إسبانيا حتسلم أوكرانيا 100 عربية مدرعة تكتيكية من نوع فانتك، وكمان كمية غير محددة من ذخيرة مدافع 155 ملم. وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت عن الشحنة دي وقالت إنها حتبدأ في مايو، وده في بيان رسمي بعد اجتماع بين وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدروف ونظيرته الإسبانية مارغريتا روبلس. الجانب الأوكراني شكر إسبانيا على قرارها بتخصيص مليار يورو كمساعدة في سنة 2026. الوزارة قالت إنه في الاجتماع ناقش الأطراف أفضل طرق استخدام الموارد بما يناسب أولويات أوكرانيا، وكشفوا قد إيه إسبانيا حتكون صرفت على مساعدة أوكرانيا مع نهاية 2026 المليار يورو تقريباً، بيساوي 1.15 مليار دولار. دي حزمة مساعدات كبيرة من ناحية المعدات اللي أوكرانيا حتاخدها أو الفلوس اللي إسبانيا بخاتها. روبلس زود الهجوم على بوتين وقواته. حسب برافدا أكثر من 9000 جندي حيتدربوا مع القوات الإسبانية قبل نهاية إبريل. وكمان وجهت رسالة واضحة لبوتين عن اللي إسبانيا بتعمله بالخطوات دي. التعاون ده بيوضح التزام بلدنا بالدفاع عن القيم الديمقراطية والحرية وسلام عادل ودائم. يا بوتين، أنت زودتها ولعبت بالنار كتير، وجيه الوقت تخرج من أوكرانيا. دلوقتي الموضوع بقى جدي ليك. الأسلحة اللي إسبانيا حتسلمها من مايو مش بس حاجات قديمة من مخزونها، دي أسلحة ومركبات اتجهزت مخصوص لأوكرانيا عشان ترد على تهديدات معينة وتم اختيارها بعناية. هتفهم أكتر لما ندخل تفاصيل عن الفامتاك، لكن الأول حنديكم تلميح عن جانب الحرب اللي العربية دي حتتميز فيه. قبل اجتماع فيدروف وروبلس، إسبانيا سلمت شحنة تانية لأوكرانيا. يوم 30 مارس جاب معاه خبر أن إسبانيا بعتت 5 صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز باك 2، وكل واحد فيهم سعره بين 3 و4 مليون دولار. الشحنة ذي جاءت في وقت أوكرانيا كانت بتواجه أزمة في إمدادات صواريخ الباتريوت بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة عملية الغضب الملحمي. إسبانيا وفرت لأوكرانيا حل مؤقت للدفاع الجوي بعد ما نقلت صواريخ من مدفعيتها. إسبانيا ساهمت بشكل كبير في الدفاع الجوي الأوكراني ب100 عربية فامتاك. وصفنا العربية فامتاك كعربية تكتيكية مدرعة، مش بيديها حقها بالكامل بالنسبة للإمكانيات اللي الجهاز ده بيقدمها. لازم نفهم أكثر عن جهاز تاني أوكرانيا كانت بتستخدمه للدفاع عن سماها. الرابيد رينجر اللي مصنوع في بريطانيا كان له دور أساسي جوا أوكرانيا طول فترة كبيرة من الحرب. المنصة المتحركة والأوتوماتيكية ذي بتتعامل مع تهديدات جوية زي الدرونز من قريب، وبتدي وعي كامل بالموقف بزاوية 360 درجة في أي مكان، وكمان قابلة للتجهيز بوحدات مختلفة. ميديا يونايتد 24 بتوضح أن رابيد رينجرز ممكن يتجهز بأنظمة رادار مختلفة بتخليه يشتغل بشكل مستقل أو كجزء من شبكة دفاع جوي أكبر، وكمان ممكن يتزود بحساس أشعة تحت الحمراء بانورامي بيسمح له يكتشف الأهداف على مدى أبعد من مدى رابيد رينجر القياسي اللي هو 15 كيلومتر أو 9.3 ميل. رابيد رينجر بيستخدم كمان صواريخ مارتلت خفيفة متعددة المهام أو LMM لضرب الأهداف. الصاروخ ذا بيواجه تهديدات لحد 7 كيلومتر أو 4.3 ميل،
وبيعتمد على توجيه بالأشعة تحت الحمراء والليزر ليدمر الهدف بدقة. ده بيحصل كمان لما الهدف بصمته الحرارية قليلة، وده غالباً مع الدرونز الهجومية بعيدة المدى الروسية. أوكرانيا عندها صواريخ كتير، استلمت مئات منهم قبل الموعد بحوالي نص سنة في أكتوبر اللي فات، ومتوقع تستلم مئات تانية من المملكة المتحدة قريب. كل ده جميل، ممكن تكون بتفكر كده، بس إيه علاقة الكلام ده كله بالفامتك؟ جملة من تقرير يونايتد 24 ميديا بتوضح كل حاجة. في الخدمة الأوكرانية، وحدات رابيد رينجر غالباً بتركب على عربيات URO فامتك الإسبانية اللي بتوصل سرعتها ل 135 كم الساعة وبتقطع مسافات طويلة حسب التقرير. وبكده كل حاجة بقت واضحة. إسبانيا ما قدمتش بس أي عربيات عادية لأوكرانيا، هي حتسلم 100 عربية أثبتت كفاءتها في المعارك ومتوافقة مع واحد من أهم أنظمة الدفاع الجوي اللي أوكرانيا بتستخدمها لصد الدرون والصواريخ الروسية. المملكة المتحدة بتسلم أنظمة دفاع جوي وصواريخ، وإسبانيا بتوفر صواريخ بتخلي النظام ده تهديد قوي ضد ضربات بوتين الجوية. دي ضربة مزدوجة كان مفروض بوتين يتوقعها. في الآخر ده نوع التعاون ودمج الأنظمة اللي لازم نتوقعه من دولتين شريكتين في الناتو بهدف دعم أوكرانيا ضد طغيان بوتين. يلا نقرب أكثر من الفامتك عن بعد. المملكة المتحدة أكيد معترفة بقيمة عربية إسبانيا. في أغسطس 2025 موقع آرمي ريكوجنيشن كشف أن المملكة المتحدة أعلنت في يوليو 2024 عن نيتها شراء فامتك إضافية من إسبانيا عشان يركبوا أنظمة الدفاع الجوي رابيد رينجر عليها زي أوكرانيا دلوقتي. الفامتك هو العربية المثالية للمهمة دي، هو تقريباً زي الهامفي الأمريكي، عربية دفع رباعي مصممة عشان توفر أعلى درجة من الحركة على أنواع كتير من الأراضي. رغم أنه تقدم أواخر التسعينات، الفامتك تحدث كتير، وده بيوضح أنه مرن وبيخلي المستخدم يعدل العربية حسب احتياجه. العربية اللي كانت في الأول مصممة لنقل الجنود والعمليات الخاصة والاستطلاع دلوقتي اتطورت وبقت وحش دفاع جوي ممكن يتجهز بأنظمة تقدر تطلق صواريخ LMM أو صواريخ عالية السرعة HVM. وبالمناسبة الفامتك مش بس للدفاع الجوي، العربية دي مرنة جدا في التسليح. بعيداً عن نظام رابيد رينجر وأنظمة الدفاع الجوي المشابهة، الفامتك ممكن يتجهز بمدفع رشاش 7.62 ملم أو قاذفات قنابل 40 ملم أو هاون 81 ملم أو مدفع عديم الارتداد 106 ملم. أوكرانيا ممكن تجهزها بصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وده بيخليها قاتلة دبابات سريعة الحركة، تقدر تلف حوالين الدبابات الروسية وتضربهم بقوة وتخرجهم من المعركة. في الحركة الفامتك يوصل لسرعة قصوى 135 كيلومتر في الساعة، يعني حوالي 84 ميل في الساعة. دي سرعة عالية بالنسبة لعربية مدرعة. تانك البنزين بيديله مدى 600 كيلومتر أو 372 ميل، وده كمان مهم جدا في مجال الدفاع الجوي. يعني الفامتك رابيد رينجر يقدر يروح مكان يضرب صواريخ بسرعة وبعدها يمشي أميال لحد مكان تاني ويكرر نفس اللي عمله. حتى الثلج والطين والجليد والرملة والأراضي الصخرية مش هيوقفوا الفامتك عن الحركة. يقدر يهرب أو يتحرك للموقع اللي بعده من غير ما يقلق إنه يتعطل بحاجة ممكن تخليه عرضة لهجوم روسي. العجيب كمان إن الموضوع أحسن والمنحدرات مش مشكلة. الفامتك يطلع منحدرات 70%. كمان يقدر يعبر مياه بعمق 750 ملم كمعيار أو 1500 ملم لو فيه تجهيز خاص. ده تقريبا حوالي 1.5 متر. مش قادرة توقف العربية الإسبانية دي. النقطة اللي بنوضحها بكل ده بسيطة. إسبانيا بتسلم 100 من أكثر العربيات المدرعة متعددة الاستخدام اللي حلفاء أوكرانيا يقدروا يقدموها. ما تنساش قذائف المدفعية 155 ملم. لا وزارة الدفاع الأوكرانية ولا تقارير تبرعات إسبانيا الأخيرة وضحوا أو حددوا أوكرانيا حتاخذ كم قذيفة. القذائف دي بتناسب أنظمة مدفعية غربية عند أوكرانيا، وكمان هاوتزر بودانا ذات الحركة اللي أوكرانيا طورتها. وبرضه بنشوف التكامل والتعاون. في الأول كان الدفاع الجوي البريطاني مع العربيات الإسبانية، بعدين قذائف المدفعية الإسبانية مع أنظمة مدفعية أوكرانية. اللي بنشوفه هنا هو تعزيز العلاقة بين إسبانيا وأوكرانيا اللي كانت قوية قبل كذا. الأساس اللي كان موجود بيتبني عليه أكثر، وقبل ما نوصل للنقطة دي لازم نستكشف أكثر دور أحدث شحنة لأوكرانيا في المعركة. قبل ما نكمل نفكرك بسرعة أنك تتفرج على البرنامج العسكري. لو بتحب النوع ده من التحليلات اشترك في القناة عشان ما يفوتكش فيديوهاتنا.
احنا عارفين ان الفامك حيفيد اوكرانيا قدام تحدي روسيا الجوي، وده بيبان اكثر لما نشوف الارقام عن قرب. في شهر مارس بس وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أن روسيا أطلقت 6462 طيارة مسيرة و138 صاروخاً بأنواع مختلفة على أراضيها. أوكرانيا اعترضت أغلب المقذوفات بشكل ممتاز. 5833 من الطيارات المسيرة و102 من الصواريخ اتدمروا بنيران أوكرانيا وأنظمة الحرب الإلكترونية بتاعتها. من كل هجمات روسيا في مارس، ضربة 24 من مارس كانت الأشد رعباً. عدد ضخم من الطيارات المسيرة وصل ل 948 طيارة مسيرة و34 صاروخ غطوا سماء أوكرانيا في اليوم ده. مارس ما كانش حالة استثنائية. طول غزو أوكرانيا لاحظنا روسيا بتكثف هجماتها بالطيارات المسيرة والصواريخ بشكل كبير. سنة 2025 كانت اللحظة اللي فيها حملة بوتين الجوية تطورت من سيئة لحاجة فعلا كارثية بالنسبة لأوكرانيا. خلال أول 6 شهور من 2025 عدد القذائف اللي استخدمتها روسيا في ضرباتها الجوية زاد تدريجياً من متوسط بين 50 ل 100 لحد ما وصل لمتوسط قريب من 200 قذيفة. ولما جه الصيف هجمات الطيارات المسيرة والصواريخ ساءت أكثر. بعض الضربات المنفردة في جونيو حصل ضربات قربت توصل 500 قذيفة. من يوليو روسيا شنت كذا هجوم استخدمت فيهم أكثر من 600 طيارة مسيرة، وفي ضربات منهم عدوا 700 قذيفة. روسيا كثفت حملتها الجوية. هي بتنتج طيارات شاهد وأهداف وهمية أكثر من قبل، وبتجمع أسراب الطيارات مع الصواريخ عشان تحاول تغرق الدفاعات الجوية الأوكرانية. هنا فامتكس بيكون له دور مهم مع الدفاعات الجوية. دمج الحركة وقوة النيران اللي العربيات دي بتديها لأوكرانيا بيعزز دفاعها الجوي، في وقت بوتين بيعتمد على الضربات الجوية لإضعاف العمق الأوكراني عشان روسيا تستغل الأضرار اللي سببتها في ساحة القتال. دي حسابات حرب بسيطة. لما يقل عدد الطيارات المسيرة والصواريخ اللي بتضرب مدن أوكرانيا وبنيتها التحتية وخطوطها اللوجستية في العمق، دفاع أوكرانيا ضد هجمات روسيا البرية بيقوى. الدفاعات الجوية الأوكرانية ما كانتش ضعيفة قبل وصول الفامتكس الأخيرة، زي ما مركز تحليل السياسات الأوروبية أو سيبا قال في مقال 13 أبريل. الدفاعات الجوية الأوكرانية على مستوى عالمي وبتتحسن. استخدام طيارات الدرون الاعتراضية أثر بشكل كبير وساعد أوكرانيا تتعامل مع طيارات الشهيد الروسية، وكمان ألحقوا خسائر كبيرة طيارات FPV الروسية والمركبات المشابهة، وده خلى أوكرانيا تعلن إسقاط 33 ألف هدف بالأسلحة المبتكرة في مارس. سيبا شايفة معدل اعتراض أوكرانيا بيتحسن باستمرار. في خريف 2025 بعض الشهور نسبة الطيارات المسيرة الروسية اللي وصلت لأهدافها كانت 19%، وبحلول مارس الرقم ده نزل لمتوسط 8%. أوكرانيا هدفها توقف 95% على الأقل من الطيارات المسيرة والصواريخ الروسية بنظام دفاع جوي متعدد الطبقات. العربية فامتك اللي متسلحة بأنظمة الدفاع الجوي رابيد رينجر بتناسب النظام متعدد الطبقات بشكل مثالي. ده سلاح قريب المدى لقتل الطيارات المسيرة، بيقدر يدمر الطيارات الروسية اللي بتفلت من دفاعات أوكرانيا. الموضوع أن أوكرانيا يبقى ليها أكبر عدد من الخيارات. أوكرانيا تقدر تجهز 100 عربة فامتك الجديدة بأنواع أسلحة متنوعة بتخليها مفيدة في العمليات البرية وبتفتح فرص أكثر من الدفاع بس. وبما أننا بنتكلم عن العمليات البرية، هنا دور قذائف المدفعية اللي أوكرانيا بتاخذها من إسبانيا. الذخيرة دي بتساعد أوكرانيا بطريقتين، بتقوي استراتيجية الدفاع في مناطق القتل، وكمان بتساعدها في تنفيذ الهجوم المضاد بتاعها. تكلموا كثير عن مناطق القتل في أوكرانيا على القناة دي. مناطق القتل اللي بتمتد لأميال فيها دفاعات أرضية زي الأسلاك الشائكة والألغام وخنادق مضادة للدبابات، وكمان تهديد دائم من الطيارات المسيرة من نوع FPV اللي بتدور بالمئات على أي جندي روسي يدخل المناطق ذي. طبيعي أن القائد الروسي الذكي، وده واضح أنه قليلين منهم بقوا في الحرب، هيأمر جنوده يتجنبوا مناطق القتل دي. أوكرانيا عايزة كده. كثير من الدفاعات اللي أوكرانيا حطتها على الأرض موجودة علشان توجه الجنود الروس لمسارات معينة بتوديهم لمناطق مكشوفة وأماكن كمان. إيه اللي بيحصل بعد كده؟ الطيارات المسيرة ونيران المدفعية بتنزل عليهم زي المطر وبتقطع في الجنود الروس والمدرعات بتاعتهم بشكل رهيب. أوكرانيا عندها عدد كبير من الطيارات المسيرة اللي محتاجاها علشان تقدر تكمل في الاستراتيجية دي. هدف البلد هو تصنيع 7 مليون طيارة مسيرة في سنة 2026 بس. بسبب شراكاتها مع دول أوروبية، تهديد الطيارات المسيرة حيزيد في أماكن الكمائن اللي أوكرانيا بتجهزها.
أوكرانيا محتاجة أكثر عدد من قذائف المدفعية علشان تخلي كمائنها أشد فتكاً لأقصى درجة. أحدث دفعة مساعدات من إسبانيا بتدخل في خط إمداد الذخيرة اللي كمان مدعوم بمبادرة التشيك وإنتاج أوكرانيا المحلي من المدفعية. وفيه كمان هجوم أوكرانيا المضاد. من ساعة ما روسيا فقدت الوصول لستارلينك في فبراير اللي فات، القوات البرية الأوكرانية بدأت تشن هجمات مضادة في جنوب البلاد وقدرت تستعيد مساحات كبيرة من الأراضي. مع بداية إبريل، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي كان بيعلن أن أوكرانيا حررت 12 مستوطنة واستعادت 480 كيلومتر مربع أو حوالي 185 ميل مربع من الأراضي. أوكرانيا حققت ده باستغلال فوضى الاتصالات في المناطق الرمادية خارج خطوط الجبهة. فرق البحث والتدمير المدعومة بالطائرات بدون طيار بتقضي على المتسللين الروس اللي سيطروا بشكل ضعيف على الأراضي في البداية. أما بالنسبة لدفاعات روسيا الأقوى المدفعية ممكن يكون لها دور كبير جدا. كل اللي تحتاجه أوكرانيا إن طيارة استطلاع بدون طيار ترصد موقع روسي، وساعتها أوكرانيا حتعرف تهاجم الموقع ده بالمدفعية والطائرات بدون طيار. وبرضو الذخيرة مطلوبة علشان الضربات دي تحصل. إسبانيا لسه قدمت الذخيرة دي مع عربيات فمتك، وبكده ممكن تساعد أوكرانيا تسترجع أراضي أكتر من روسيا في الوقت اللي بوتين بيحاول يكمل هجومه الربيعي اللي مش ناجح. ده حيخلي بوتين يغلي من الغضب. المشكلة الحقيقية لروسيا هي دي. تبرع إسبانيا الأخير بيأكد أن محاولات بوتين لخلق انقسام بين أوكرانيا والغرب مش ناجحة. اجتماعه في دوروف وروبلس أكدوا تعزيز التعاون الدفاعي مع التركيز على الدفاعات الجوية والذخائر بعيدة المدى حسب RBC أوكرانيا. البلدين شافوا حماية سماء أوكرانيا أولوية، وده معناه إن فامتكس مش الحاجة الوحيدة اللي إسبانيا حتقدمها لدعم الدفاعات الجوية هناك. فاكر الصواريخ ال5 باتريوت الاعتراضية اللي ذكرناهم قبل كذا في الفيديو؟ حسب RBC أوكرانيا، إسبانيا بتتعاون مع أوكرانيا لتوفير أكبر عدد من أنظمة باتريوت ودمج أسلحة مختلفة لتعزيز دفاعاتها. في دروف قال إن آلية بيرل اللي تعملت علشان تمكن دول الناتو من شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا هتكون ضرورية جدا في الجهود دي. إسبانيا من الأول كانت شايفة أن التعاون مع أوكرانيا هو أنسب حل لمواجهة عدوان بوتين. في أغسطس 2025 وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس وضح كل الكلام ده. أفضل ضمان أمني لأوكرانيا حتى النهاردة، وده بالحديث عن الواقع على الأرض، هو تقوية الجيش الأوكراني، لأن ده اللي بيوفر النهاردة الأمان والسيادة والحرية لأوكرانيا. وده اللي بنعمله، بنوفر معدات عسكرية علشان الجيش الأوكراني يضمن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها زي ما الباريس أعلن. ما قالش كده صريح، بس واضح من كلامه أن إسبانيا شايفة أوكرانيا خط الدفاع الأول ضد الجيش الروسي اللي طمعان في أجزاء تانية من أوروبا. لو أوكرانيا خسرت الناتو حيتأزم. دعم أوكرانيا يعني روسيا مش حتتقدم في أوروبا. يوم 18 مارس ظهرت أدلة أكثر على الروابط المتزايدة بين أوكرانيا وإسبانيا. أوكرانيا اختارت اليوم ده عشان تعلن عن توقيع 5 اتفاقيات ثنائية جديدة مع إسبانيا، واللي حتخلي البلدين يشتغلوا مع بعض في الإنتاج الدفاعي المشترك وتحديث السكك الحديدية، وكمان التعاون في شؤون مالية مختلفة. بوتين مش عايز يشوف كده. كان متوقع غزوة يخلي أوروبا تتلخبط بيروقراطياً وقت اجتياح روسيا لأوكرانيا. بدل كده بوتين نجح بس في إنه يخلي أوكرانيا أقوى، سواء عسكرياً أو من ناحية مكانتها كلاعب جيوسياسي قوي. عشان كده مساعدات إسبانيا الجديدة حتأثر جامد في المعركة. الرسالة اللي وراء الدعم ده حتقلق بوتين أكتر من أي حاجة. إسبانيا لسه حليف أوكرانيا، وما فيش حاجة روسيا تقدر تعملها بخصوص ده. تعميق العلاقات بين أوكرانيا وإسبانيا جزء من تطور أكبر في تعاون أوكرانيا مع شركائها الأوروبيين لمواجهة العدوان الروسي. حاجة ضخمة حصلت لسه في المجر. ضربة في بودابست بوتين عمره ما كان يتوقعها. لسه شلت آلة الحرب الروسية. في 24 ساعة بس الوضع كله في أوروبا اتغير. الحواجز اتشالت. بوتين خسر أقوى حليف كان عنده في القارة، ودلوقتي حرب بوتين انتهت. أوكرانيا حتقوى بشكل عمرها ما عملته قبل كده، وكل ده سبب واحد بسيط: فيكتور أوربان بقى برا السلطة. المجر عندها رئيس وزراء جديد. بيتر ماجيار وحزبه تيسا وجهوا ضربة تاريخية لبوتين لما كسبوا 53% من الأصوات وأنهوا 16 سنة من حكم رئيس وزراء المجر السابق فيكتور أوربان. الفوز ده خلى حزب تيسا عنده أغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية في المجر،
لأنه حصل على 141 مقعد من أصل 199 متاحين. يعني حزب أوربان الضعيف مش حيقدر يوقف ماجيار وتيسا من قيادة المجر بالطريقة اللي عايزينها. ماجيار مش بيضيع وقت في تفكيك الأنظمة القمعية والسلطوية اللي أوربان أنشأها. بعد النصر، ماجيار أخذ تعهد من رئيس المجر تاماس شوليك بتسريع تشكيل البرلمان الجديد ليوم 4 مايو. أوربان فاضلته أقل من أسبوعين في السلطة، وبقى حاكم منتهي سياسياً مستني حد يريحه من معاناته. محطات التلفزيون والإذاعة العامة اللي تجاهلت ماجيار بطلب من أوربان دلوقتي فيها إعلانات لرئيس الوزراء الجديد بيعلن إنه حيعين محررين محايدين في برامج الأخبار اللي أوربان عملها يمجد نفسه. بيطبقوا خطط جديدة عشان يضمنوا إنه محدش زي أوربان يحكم تاني. ماجيار قال إنه حيحدد مدة حكم أي قائد مجري بفترتين بس، وده حيمنع أوربان من الترشح تاني. ماجيار كمان هاجم حزب فيدس اللي سيطر على المجر بقبضة من حديد لفترة طويلة. رسالتي لقادة فيدس وأتباعهم: ما تحاولوش تلعبوا دور البريء دلوقتي وتتصرفوا كأن ما فيش حصل. زي ما قال ماجيار: إحنا عارفين عملتوا إيه في وطننا وشعبنا، وما تفتكروش لحظة إنكم مش هتلاقوا نتيجة أفعالكم. إرث استبدادي بيتفكك قدام عينينا. شوليوك اللي ماجيار قال له في وشه إنه غير مؤهل أخلاقياً إنه يتصرف لمصلحة المجر هتشال قريب. المجر كمان حترجع حصص الدولة في أكبر شركات النفط والأدوية في البلد، وحتاخذهم من المؤسسة الأكاديمية اللي في الحقيقة كانت معمولة عشان تنشر دعاية مؤيدة لأوربان. ماجيار كمان وضح نفسه كقائد بيقف مع الشعب المجري مش فوقهم. موقع EU Observer قال إن ماجيار رفض يقعد في مكتب أوربان في قلعة بودا اللي أوربان نقل مكتبه هناك سنة 2018. القائد الجديد للمجر حيشتغل جنب البرلمان في البلد. أما أوربان فحاول يبقى دبلوماسي قدام الهزيمة، لكن في الحقيقة هو مكسور ومهزوم، ورافض يحضر آخر اجتماع للمجلس الأوروبي اللي كان حيبقى يوم 24 أبريل. موجة ديمقراطية بتجتاح المجر. وجوّن واحد من قصوره في روسيا فلاديمير بوتين غضبان جداً. هزيمة أوربان بالنسبة لرئيس روسيا مش بس إزعاج في الاتحاد الأوروبي، لكن كمان بتنضم لكل المشاكل التانية اللي أوروبا سببتها لبوتين وهو بيكمل غزو أوكرانيا. دي كارثة على كذا مستوى، ممكن تؤدي إن روسيا تخسر حربها مع أوكرانيا لأن عقبة كبيرة اتشالت من الطريق. في أوكرانيا نفسها خسارة أوربان بتخلق مشكلة لبوتين كبيرة جداً لدرجة إنه ممكن ما يعرفش يتغلب عليها. ورا المشكلة ذي اللي هتكلم عنها قريب، في المشكلة الأكثر مباشرة اللي قرار المجر الجماعي سببها لبوتين. حليف مهم جداً اتفقد. يمكن كان الحليف الحقيقي الوحيد والمؤثر لبوتين في الاتحاد الأوروبي. من أول ما بوتين غزا أوكرانيا كان دايماً بيعتمد على المجر بقيادة أوربان لتعطيل القرارات الاتحاد الأوروبي اللي ممكن تساعد أوكرانيا. بالنسبة لبوتين، أوربان كان مثال رمزي على النفوذ اللي روسيا تقدر تمارسه خارج حدودها بكتير، والمجر نفسها عمرها ما كانت حتكون حليف قوي لبوتين من الناحية العسكرية. دي دولة صغيرة وعدد سكانها أقل من سكان موسكو. الجيش المجري فيه بس 41,600 فرد، وده عدد قليل جدا لدرجة أنه قريب بشكل خطير من أكثر من 35,000 جندي اللي روسيا خسرتهم في أوكرانيا في شهر مارس لوحده. من الناحية العسكرية، المجر ملهاش قيمة لبوتين، واستراتيجية قائد روسيا الفاشلة كانت حتضيع أي جنود تبعتهم المجر في خلال أيام. الموضوع عمره ما كان عن القوة العسكرية لبوتين. المجر كانت مهمة جدا، لأن أوربان كان بيمثل أعلى صوت جو الاتحاد الأوروبي دائما بيوقف في صف قائد روسيا. بوتين كان بيتعامل مع أوربان زي عروسة مريونيت طول فترة حكمه لرئاسة وزراء المجر. كان دايما بيتم استخدام أوربان علشان يبطئ اتخاذ القرارات من خلال المماطلة البيروقراطية جو الاتحاد الأوروبي، ولما ده ما كانش بينفع أوربان كان بيستعمل الفيتو كتير. بوتين استخدم أوربان عشان يكسب وقت ويتفاوض مع أصحاب النفوذ في الاتحاد الأوروبي، وكل ده على حساب أوكرانيا. كان أوربان راجل قال للروس يخرجوا من المجر. هو كان الراجل اللي السلطات اختارته عشان يلقي خطاب في مناسبة إعادة دفن أمري ناج اللي كان رئيس وزراء المجر بعد الحرب، وتعدم لأنه قاد ثورة 1956 ضد الاتحاد السوفيتي. بين انهيار الاتحاد السوفيتي وصعود أوربان للسلطة، الأمور تغيرت. أوربان اللي كان ضد الغزو الروسي زمان دلوقتي بقى حليفهم. بيقولوا إن السلطة بتفسد، وصعود أوربان لقمة الهرم في المجر كان مليان بتصريحاته إنه يرجع المجر للقيم الوطنية اللي كانت سبب عظمتها زمان.
يمكن الكلام كان شكله حلو وقتها، بس أوربان كان بيشكل أسلوب القيادي على أساس اللي كان شايف بوتين حققه في روسيا. ومن كثر ما قلد بوتين، أوربان تحول لواحد من أدوات الزعيم الروسي. وده بان جدا لما الأخبار انتشرت في أول إبريل إن أوربان مش بس دعم بوتين، لكن كمان عمل ده بطريقة متذللة. أوربان قارن مساعدته لبوتين بالفار اللي بيساعد الأسد، واستشهد بحكاية شعبية مجرية. العرض ده جاء في 2025 لما بودابست كانت مرشحة تستضيف جولة من محادثات السلام المتعلقة بحرب أوكرانيا، وده بيبين أوربان بقى إيه؟ زعيم بائس موجود بس عشان يخدم بوتين. ده بالضبط المكان اللي بوتين كان عايز أوربان فيه. بعد ما أوربان اتشال، بوتين اكتشف إن الفار كان أهم حتى من اللي كان مبينه عن نفسه. برحيل أوربان، بوتين فقد أداة كان بيستخدمها ضد الاتحاد الأوروبي وفكرة أوروبا الموحدة لسنين. روسيا تستخدم الطاقة للحفاظ على نفوذها في أوروبا، ومع أن الاتحاد الأوروبي حاول يقلل اعتماده على نفط روسيا، أوربان كان بيعترف. في سبتمبر 2025 أوربان طلب من وزير خارجيته بيتر شيزاتو يعلن أن المجر مش حتقدر توقف تمويل بوتين بشراء النفط لأنها ما عندهاش بدائل. شيزاتو قال أن قادة الاتحاد الأوروبي متعصبين. لو ما كناش نعرف أحسن من كده، الكلام ده كان هيبان كأن بوتين بيتكلم عن طريق حد من أتباع أوربان. أوربان بسرعة بلغ الاتحاد الأوروبي أنه مش حيسيب الغاز الروسي في إعلان 2024. المجر كانت ماضية عقد 15 سنة مع جازبروم، قبلها ب3 سنين بس. وبرضه كل ده كان موسيقى في ودان بوتين. ورقة الضغط دي اتضررت، بس مش معناها راحت. مش عارفين المجر هتعتمد قد إيه على الطاقة الروسية في عهد ماجيار، بس باين أن رئيس وزراء المجر الجديد مش حيمسح جوخ لبوتين بنفس الطريقة المقرفة اللي كان بيعملها اللي قبله. بوتين خسر ورقة ضغط تانية بعد إقالة أوربان من أعلى منصب في المجر. قبل ما نشرح إيه هي، ده تذكير إنك بتتفرج على البرنامج العسكري. إحنا بنعمل فيديوهات نشرح فيها حركة القوة وتأثيرها. لو استفدت من الفيديو، اشترك في القناة عشان تشوف أكتر. ورقة الضغط الثانية اللي بوتين بيستمتع بيها هي الخوف. أوربان استخدم الخوف للوصول للسلطة. زعيم كان ليبرالي زمان وبقى سلطوي بعد ما استغل ظروف المجر اللي ساعدت في نشر رسالة أوربان القومية. في 2010 لما أوربان ترشح تاني لرئاسة الوزراء بعد 8 سنين من فترته الأولى اللي دفع فيها المجر ناحية تضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، قدم رسالة مختلفة تماما للشعب. خافوا من تدفق المهاجرين في أوروبا. أوربان كان بيصرخ: قاوموا المصالح الأجنبية اللي بتاخذ تمويل من برا وما تثقوش في المثقفين. أوربان مشي على خطة بوتين وكثير من الحكام السلطويين قبله اللي بتنادي بالعزلة في عالم بيتوسع. ما تثقش في أي حد من برا المجر، خاف منهم وقاومهم. وطبعا أوربان كان الراجل اللي حيقود المعركة دي، ولما رجع للسلطة تاني اتأكد إنه يكثف ترديد الرسالة دي، وهو بيحاول يشيل الهياكل الديمقراطية اللي ممكن تشيله. كل ده شكله مألوف جدا. دليل بوتين كان بيتنفذ بالحرف. زعيم روسيا استخدم رسالة تخوف المجريين خاصة معارضي أوربان علشان يبعدهم عن التدخل في خطط روسيا في أوروبا. فوز ماجيار في الانتخابات كان رسالة لبوتين أن سياسة التخويف بتاعته مش شغالة زي زمان لأن الأمور اتغيرت. هنرجع للنقطة دي قريب. الأول، رد فعل روسيا بيتلخص في إنها بتحاول تتظاهر إن اللي حصل في المجر مش مهم فعلا، مع أن المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف قال بعد كده إن روسيا بتتطلع لحوار عملي مع رئيس وزراء المجر الجديد، لكن رد فعلها بعد فوز ماجيار كان معبر أكتر بكتير. بيسكوف أعلن إن المجر ما بقتش ليها أي وضع خاص عند روسيا، ودلوقتي حطت نفسها في قائمة الدول غير الصديقة اللي أغلب أوروبا فيها. أوربان اتضح بيه وإحنا عمرنا ما كنا أصحابه. بيسكوف قال تصريح كذب وسخيف. اللي حاصل هنا ذعر من الكرملين. روسيا مش بتحب المجر دلوقتي، لكن ممكن تتكلم معاه، وأوربان عمره ما كان صديق، وإحنا ممكن نقول أي حاجة لو في فرصة نخلي المجر في صفنا. الرد ده يوضح أن الكرملين قلق على المستقبل بعد ما ماجيار بقى المسؤول. الكرملين فعلا لازم يبلق. سقوط أوربان مش كبير لأوروبا بس، ممكن كمان ينهي حملة بوتين لإسقاط أوكرانيا. ممكن تفتكر أننا قلنا قبل كده أن بوتين كان بيستخدم أوربان لتعطيل قرارات الاتحاد الأوروبي اللي بتفيد أوكرانيا. من كام شهر قبل ما يخسر في الانتخابات، أوربان فعلا عمل كده بواحدة من أكثر الطرق ضرراً، وأوكرانيا بتواجه تحديات مالية.
الاتحاد الأوروبي وافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو، يعني حوالي 105 مليار دولار، من خلال آلية معقدة بتشمل أصول روسيا المجمدة. معظم دول الاتحاد الأوروبي وافقت على القرض. أوربان كان المعارض الرئيسي، وسبب أن الفلوس ما وصلتش لأوكرانيا رغم موافقة القرض من شهور. أول دفعة من الفلوس ممكن توصل لأوكرانيا من مايو، عشان أوربان مش موجود يعترض على القرض. ده مهم لأوكرانيا لأنه يعني أنها تقدر تصرف أكثر على الأسلحة اللي محتاجاها تدافع ضد العدوان الجوي الروسي. جريدة التلغراف بتقول أن صواريخ باتريوت وستورم شادو أهم أولويات أوكرانيا. الأولى بتسمح لأوكرانيا تدافع عن نفسها ضد تهديد الصواريخ البالستية الروسية، أما الثانية فبتدي أوكرانيا قوة نارية أكبر تقدر تستخدمها في المناطق الحدودية والأراضي المحتلة والبحر الأسود. سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 22 إبريل بيناقشوا الخطوات الجاية للقرض اللي أوربان حاول يوقفه. رئيس وزراء المجر السابق قال إنه مش حيوافق إلا لما أوكرانيا تعرض نفسها للخطر عشان يرجع تدفق النفط الروسي من خط أنابيب دروزبا اللي تعرض للتلف. بس أوربان مشي دلوقتي. ورقة النفط دي بوتين ما بقاش يقدر يستخدمها من خلال دميته. المجلس الأطلسي شايف أن هزيمة أوربان حتخلي المجر مش عقبة في طريق تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. تدفق مساعدات الاتحاد الأوروبي حيكون أسهل كتير بعد غياب أوربان اللي كان بيعترض دايما. الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو حيقدروا ياخدوا قرارات أسرع بخصوص أوكرانيا، ودول الاتحاد حيقدروا يقروا له عقوبات من غير تفاوض مع أوربان اللي دايما بيرضي بوتين. وفوق كل ده التواطؤ بين روسيا والمجر حيختفي، واحنا ذكرنا قصة الأسد والفار قبل كذا. التواطؤ أكبر بكتير. يوم 8 أبريل رويترز قالت إن شيزاتو عرض يرسل لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مستندات داخلية عن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وتسجيلات مسربة أظهرت أن شيزارتو نسق مع روسيا للبحث عن طرق لتخفيف العقوبات على أفراد روس. ده نوع التحركات الخفية اللي بوتين بيستخدمها بقاله سنين علشان يضعف جهود الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا. الناس اللي خلت التحركات دي ممكنة بيتشالوا دلوقتي من حكومة المجر. بالنسبة لأوكرانيا ده معناه فلوس كتير هتدخل البلد وتأخير أقل بسبب الخلافات الداخلية في الاتحاد الأوروبي، وما بقوش محتاجين يقلقوا إن المعلومات توصل لإيدين بوتين عن طريق رجالة أوربان. بمعنى تاني أوكرانيا هتبقى أقوى، أما روسيا فهتبقى أضعف بكتير. في تحفظات على كل ده. حتى لو المجر مش هتبقى ورقة في إيد بوتين مش معناها هتدعم أوكرانيا بالأسلحة أو الفلوس. المجر بلد صغيرة، وماجيار قال علنا إنهم مش يقدروا يطلبوا من أي دولة تتنازل عن أراضيها، وده مفيد لأوكرانيا اللي بتتعرض لضغوط عشان تتنازل عن أراضيها لروسيا كجزء من اتفاق سلام، لكن مش واضح إنه هيدعم أوكرانيا بشكل مباشر. هو استبعد ده قبل ما يبقى رئيس وزراء ومش باين فيه تغيير. ماجيار شايف إن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مش لازم يتسرع، لكنه مش باين إنه معارض للفكرة. اللي بنستنتجه من كل ده إن المجر مش هتتحول لحليف قوي لأوكرانيا، أو على الأقل مش في يوم وليلة. وبرضه هتحافظ على علاقات مع روسيا، بس مش هتكون ورقة في إيد بوتين. ده مكسب كبير لأوكرانيا، حتى لو بس عشان المجر ما بقتش عقبة قدام سياسات الاتحاد الأوروبي. لكن يمكن الأهم بكتير هو التأثير الرمزي لهزيمة أوربان. بوتين حاول ينشر رواية في بلده وأوروبا. النخبة في روسيا صدقت دعاية الكرملين اللي بتقول إن أوروبا مش موحدة. هم شايفين إن الغرب بدأ يتعب من دعم أوكرانيا، وده واضح من معارضة أوربان لسياسات الاتحاد الأوروبي. أوربان كان من الناس في الاتحاد الأوروبي اللي روسيا كانت بتعتمد عليهم في دعم روايتها، ودلوقتي بعد ما خسر القصة بتنهار. حملة التأثير الروسية في أوروبا هي كمان بتنهار. ده مرفوض تماماً عند بوتين، لأن حكمه بيعتمد على السيطرة والإجبار. ما تفهمناش غلط، الحملات الروسية مش هتنتهي قريب. شفنا روسيا استخدمت معلومات مضللة في المتجر قبل الانتخابات الأخيرة. انتشرت شائعات أن ماجيار بيستخدم الرحلات الإنسانية لنقل مساعدات لأوكرانيا سراً. انتشرت شائعات عن اختلاس، وكمان أن ماجيار حيرجع التجنيد الإجباري. دي أنواع أساليب التغريل اللي بتعتبر حجر الأساس في حرب بوتين الهجينة في أوروبا. مش حيسبها عشان أوربان خسر. خسارة الأداء مش معناها أن الكذبة تقف، لكن معناها أنها بقت أضعف. فوز ماجيار في المجر في النهاية مثال أن الديمقراطية لسه ممكن تكسب حتى قدام حملات التأثير الروسي. حتى لما أوربان حاول يسيطر على الإعلام وينشر الخوف، دائما في أمل أن المعارضة تقدر توقف وتسيطر.
كان أوربان زمان بيتعتبر إنه لا يقهر، رئيس وزراء محدش يقدر يشيله من مكانه. عشان سيطرته على بلده وتواطؤه مع بوتين كانوا كفاية يوقفوا الممارسات الديمقراطية الغربية في مكانها. فوز ماجيار كسر الحكاية ذي. التصحيح الديمقراطي في الدول اللي بوتين كان فاكر إنه مسيطر عليها من خلال دمى تابعة له ممكن يحصل، وده هيضر زعيم روسيا أكثر من الفلوس اللي بتروح لأوكرانيا أو مواجهة الاتحاد الأوروبي ليه بجبهة موحدة. كل ده هيأثر في نهاية الحرب. بس أكبر مشكلة لبوتين دلوقتي إن خروج أوربان بيكشف نقطة ضعف كبيرة في النظام اللي روسيا استخدمته سنين. دول تانية تعرضت لتأثير بوتين، حتشوف اللي حصل في المجر، والمعادين لروسيا هيعرفوا إنه لو المجر عملت كده يبقى هم كمان يقدر. أما أوكرانيا فهي تقدر تطلع لمستقبل فيه دعم من الاتحاد الأوروبي يكون أكثر استقراراً ووحدة من أي وقت فات. روسيا لسه مكملة في الضغط. بوتين وهو بيحاول يدعم غزو أوكرانيا اللي بيفشل بيأمر بإطلاق طيارات مسيرة، ومش كل الطيارات دي موجهة لأوكرانيا. كتير منهم بيوصلوا لمجال الناتو القوي، وده جزء بسيط من استراتيجية الحرب الهجينة لروسيا. دلوقتي أوروبا الشرقية زهقت خلاص. بوتين عدى خط ما يترفرش والتجهيزات شغالة لمواجهة قريبة. التحالفات بتتكون والخطط بتتحط، والرسالة اللي بتتبعت لبوتين واضحة: اخرج من أوروبا أو هتتحطم. وأكتر دولة بتوصل الرسالة دي بصوت عالي دلوقتي هي دولة ممكن ما كانتش تتوقعها: بلغاريا. في 7 مارس انتشرت أخبار عن اختراق طائرة روسية بدون طيار للمجال الجوي الأوروبي، وهدفها كان صوفيا. عاصمة بلغاريا قررت تقفل مطار فاسيليفسكي مؤقتاً بعد ما أنظمة الأمان اكتشفت طيارة بدون طيار بتحوم في المنطقة. السلطات البلغارية تحركت بسرعة، ومراقبة الحركة الجوية وشرطة الحدود مسقوا علشان يحولوا مسار الطيارات ويضمنوا سلامة الناس في المطار. الحادثة كانت قصيرة، الطيارة بدون طيار تم تحييدها بسرعة. مع أن بلغاريا كانت متحفظة في الإعلان عن مصدر طيارة بدون طيار، وبعض الناس اقترحوا أن طيارة إيرانية ممكن تكون وصلت لحد جوا أراضيها، لكن في الحقيقة فيه متهم واحد بس. روسيا شكلها بتعمل كده تاني، وبلغاريا مش هتسكت على الاقتحام الأخير. هي عارفة أن اللي حصل في مارس مجرد بداية لاستراتيجية حرب هجينة أعمق، وبدأت من زمان أكثر مما ناس كتير في أوروبا عايزين يعترفوا. الحقيقة أن روسيا بالفعل في حالة حرب مع أوروبا، بس مش بالحرب التقليدية. بلغاريا هي الضحية الأخيرة، وإحنا حنتعمق أكثر في استراتيجية روسيا الهجينة بعد شوية. قبل ده في رد فعل بلغاريا. البلد عملت أكثر بكتير من أنها تقفل مطار كم ساعة. بعد حادثة اختراق الدرون، بلغاريا كانت مشغولة بتكوين تحالفات وتأمين نفسها، ولسه في حذر من تورط إيران، والبلد أعلنت تعاون أكبر مع اليونان حليف الناتو ودولة على الجبهة الشرقية وواعية بخطورة الحرب الهجينة. اليونان حتنشر دلوقتي طيارات F-16 ونظام دفاع قوي باتريوت على أراضيها علشان تساعد في حماية المجال الجوي لجارتها في الشمال، وده بعد طلب مباشر من صوفيا. بلغاريا أكدت دعمها لمبادرة بيرل اللي بتسمح لدول الاتحاد الأوروبي والناتو يشتروا أسلحة من أمريكا لاستخدامها في دفاع أوكرانيا عن أراضيها ضد روسيا. اللي قدامنا دولة صدمت، وده خلاها تتحرك، وبدأ رد فعلها يبقى جدي جدا. بعيداً عن تأكيدها من جديد على مبادرة بيرل، بلغاريا كمان وجهت رسالة قوية لبوتين إن تكتيكاته في الحرب الهجينة مش بتخوف بلغاريا، لكن كمان بتجبرها ترد بطريقة عكس اللي بوتين عايز يوصل بالضبط. بدل ما يخافوا أو يتراجعوا، بلغاريا عملت اتفاقية دفاع 10 سنين مع أوكرانيا. الاتفاق اللي تعلن 30 مارس هيخلي بلغاريا اللي لو موند وصفتها من أكبر مصنعي السلاح تتعاون مع أوكرانيا في إنتاج الطيارات المسيرة وأنواع تانية من الأسلحة. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال إن الاتفاق بيسمح بالإنتاج المشترك في بلغاريا وأوكرانيا، وكمان مدته بتدي فرصة لتنظيم شغل البلدين بالكامل، وده احتمال كبير يحصل. كمان اتفاق ل10 سنين بيوضح لبوتين إن بلغاريا شايفة أوكرانيا هتفضل مستقلة لفترة طويلة، وعشان ده يحصل لازم روسيا تخسر في أوكرانيا. بوتين بيتابع عضو سابق في الاتحاد السوفيتي، بيرد على استراتيجيته في الحرب الهجينة، وبيعزز علاقاته مع الدولة اللي روسيا عايزة بلغاريا تبعد عنها. هيتم تكوين شراكات بين شركات الدفاع. التعاون بين بلغاريا وأوكرانيا هيكونوا على مستوى الحكومات. روسيا وحلفائها كانوا شايفين أن إرسال طيارة بدون طيار لصوفيا هيقسم الناس ويخوفهم. كل اللي بوتين نجح فيه إنه كان السبب في تحفيز تحالف جديد وأقوى بيوقف ضد روسيا.
دلوقتي أوروبا محتاجة النوع ده من التحالف، الناتو كمان محتاجه. طيارة بدون طيار فوق صوفيا مجرد مثال من أمثلة كتير على إن روسيا في حالة حرب مع أوروبا. مركز تحليل السياسات الأوروبية سيبا قال في تقريره يوم 31 المارس إن اللي بيحصل دلوقتي في أوروبا هو حرب في الظل شكلها ما فيش نهاية. بيقول إن أوروبا ما بقتش مجرد شاهد على الحرب في أوكرانيا وأفعال العدوان اللي بتعملها روسيا، بقت هدف لحملة ظل منظمة روسيا بتحاول فيها تفكك البنية الأوروبية وتنشر الفوضى جوا الدول اللي هي شايفة إنها أكبر تهديد لرغبة بوتين في إنشاء نسخة جديدة من الإمبراطورية الروسية. مفيش صواريخ بتصير، والقوات الروسية مش بتغزو باقي أوروبا زي ما بتغزو أوكرانيا. التخريب والمراقبة والجريمة الإلكترونية والتوغل الجوي هما أسلحة الحرب الخفية دي، ودي معركة روسيا شغالة فيها من سنة 2022 على الأقل، وأوروبا لازم تصحى للواقع ده. التصعيد المستمر في الحرب الخفية بيخلي أفعال روسيا تتحول من تكتيكات منفصلة لاستراتيجية متكاملة. روسيا بتستغل نماذج الردع الأوروبية التقليدية اللي معها سيبا بيقول إنها بتفترض إن الخصم حيحسب المخاطر ويعدل تصرفاته كرد مباشر على العقاب المتوقع اللي حيطبق عليه. روسيا مش النوع ده من الخصوم، المخابرات والأمن هناك بتتكافأ على المبادرة مش ضبط النفس. العمليات مش لازم تحقق أهداف استراتيجية معينة عشان يتم اعتمادها، المهم يظهر إن في تحرك زي ما سيبا قالت. دي مشكلة لكل أوروبا، النظام الروسي بيكافئ التصعيد وطريقة الردع الأوروبية مش بتعاقب التصعيد ده بشكل كافي يخلي روسيا توقف. عدم التوافق في السياسات العسكرية سبب حرب غير تقليدية من طرف واحد وأوروبا بتخسر. بلغاريا عارفة ده، لسه شايفة مثال على استراتيجية روسيا في صوفيا، وبترد بتقوية حدودها ضد التهديدات الجوية، وبتوقع اتفاقيات مع أوكرانيا اللي في النهاية هتقوي الجبهة التقليدية اللي أوروبا عندها ضد عدوان بوتين. بس بالنسبة لروسيا حربها الخفية بتتقسم ل4 أنواع من الهجمات، وكلهم زادوا من ساعة ما بوتين بدأ غزو أوكرانيا. الأنواع ذي بسيطة: وكلاء وتسلل تحت البحر والطاقة، التوغلات الجوية والعمليات السيبرانية. لما يتجمعوا بيبقوا رماح حرب روسيا الخفية، وتوغل طائرة مسيرة داخل بلغاريا مجرد قمة جبل جليد ضخم لازم أوروبا تبتدي تذيبه. هنبدأ بالوكلاء وتكتيكات التسلل. تحت أنف أوروبا كلها روسيا بنت شبكة ضخمة من الوكلاء والمؤسسات الإجرامية اللي بتشتغل جوا أراضي الدول الأوروبية. الحرق والتخريب والترهيب والمراقبة هم الأسلحة اللي بتستخدمها المجموعات دي، وفعلا كانوا فعالين جدا. روسيا باستخدام أطراف ثالثة بتقدر تدعي إنها مش عارفة بالحوادث اللي بتخدم مصالحها، وده بيخلي الردع الأوروبي اللي تكلمنا عنه قبل كده ملوش قيمة. إزاي تقدر تردع عدو مش بيلعب بالقواعد التقليدية؟ في أمثلة كتير على أسلوب الوكلاء والتسلل أكثر من اللي نقدر نعدها. شاتم هاوس قال إن فيه ناس في المملكة المتحدة متهمين بالعمل للمخابرات الروسية. ألمانيا قبضت على أشخاص بتهمة التخطيط للهجمات نيابة عن روسيا. حوادث خروج القطارات عن القضبان في السويد كانت بصمات روسيا واضحة عليها. وفي إستونيا اللي تعتبر مفتاح الدرع الشرقي اللي الناتو أقامه ضد روسيا، أجهزة الأمن لاحظت جهود مكثفة من جهات روسية لتجنيد مواطنين محليين لصالحهم، غالباً بهدف تكوين قوة تقدر تهاجم الحكومة. دي روسيا بتحاول تضعف أوروبا كمجموعة واحدة. التخريب اللي بيعمله الوكلاء والمتسللين والخونة هدفه خلق انقسام وارتباك في الدول المستهدفة، وغالباً بينجح. بالوقت في مجموعة مؤيدة لروسيا في بلغاريا بتستنكر الاتفاق اللي بلغاريا وقعته للتو مع أوكرانيا. في أحزاب مؤيدة للكرملين في بلغاريا ممكن تستخدم الاتفاق ده كمنصة قبل انتخابات البرلمان يوم 19 أبريل. مؤامرات بوتين بقت واضحة، والنوع ده من الانقسام هو السبب في أن عمليات التخريب الروسية زادت 4 مرات في أوروبا سنة 2024. وبما أننا نتكلم عن التخريب، روسيا ركزت في حربها الخفية على البنية التحتية تحت البحر اللي بتشغل أوروبا. ده الجزء الثاني من خطة الحرب الخفية اللي بتتكون من 4 أجزاء. ده بالضبط اللي بنغطيه في برنامجنا العسكري. عشان كده احنا بنعمل فيديوهات عشان نشرح ازاي القوة فعلا بتتحرك. لو شايف انك بتستفيد من اللي تتفرج عليه، اتأكد انك تشترك في القناة. سيبا بتلاحظ ان الكابلات البحرية وباقي البنية التحتية للطاقة اللي روسيا كانت بتستهدفها في أوروبا كلها معرضة للخطر بسبب أهميتها الكبيرة للحياة المدنية والعسكرية. وبرضو روسيا مش بتتعامل بنفس الطريقة في أوروبا زي ما بتتعامل في أوكرانيا. الصواريخ والمسيرات مش بتضرب محطات الكهرباء. نهج روسيا أخبث بكثير،
لأنها بتستغل الفجوات في دفاعات أوروبا في البحر والمحيط عشان تضعف الاتصالات وتربك الهياكل العسكرية الأوروبية. سفن أوقات تبع روسيا وأوقات تانية بتظهر كسفن مدنية، وبيتم رصدها بتتجول حوالين شبكات الكابلات البحرية اللي بتشغل أوروبا. لحد يوم 7 أبريل 2025 حصل على الأقل حادثتين تخريب تحت البحر خلال 18 شهر اللي فاتوا في خليج فنلندا بس. الجبهة الشرقية لميتو كانت الهدف مرة تانية. بحر البلطيق كان هدف أكبر كمان. ما بين 2022 و 25 إبريل حصل 6 حوادث تخريب مشتبه فيها في البحر ده، و11 كابل تحت البحر معروفين اتقطعوا أو تعرضوا للتلف من 2023 حسب ما ذكرت بوليتيكو. زي ما بيحصل مع وكلائها وطرق التسلل، كله بيتعمل بطريقة تسمح لروسيا بالإنكار القابل للتصديق. الكل خاصة في أوروبا الشرقية عارف مين وراء تخريب تحت المية ده من غير دليل قاطع، ورغم أن روسيا عارفة لحد فين تدوس قبل ما تدخل في أفعال حرب تقليدية، مفيش رد فعل حقيقي ممكن يحصل. روسيا بتلاقي نقاط الضعف في الاتصالات والطاقة في إمبراطورية الكابلات البحرية بتاعت أوروبا، وكمان بتستفز وبتختبر الحدود في الجو. الدرون اللي دخل المجال الجوي بتاع صوفيا هو مجرد مثال واحد من أمثلة كتير شفناها لحاجات باين أنها تابعة لروسيا وتدخل المجال الجوي لدول الناتو علشان تثير الفوضى. وغالباً الاقتحامات دي بتحصل في أوقات بتوضح أن بوتين بيستفز الناتو عن عمد، وده لأنه واثق أن مفيش رد انتقامي فوري ضد الأراضي الروسية. خد إعلان عملية الحارس الشرقي يوم 12 سبتمبر 2025 كمثال. العملية تعلن عنها بعد دخول طيارة روسية بدون طيار أجواء بولندا، وبعد أقل من 24 ساعة دخلت طيارة روسية بدون طيار المجال الجوي لرومانيا. بعد أقل من أسبوع دخلت 3 طيارات ميج 31 روسية أجواء استونيا، وقعدوا 12 دقيقة متجاهلين طلبات المعلومات لحد ما الناتو طلع طياراته يرافقهم ويبعدهم عن الجناح الشرقي. من وقتها شفنا بالونات بوكس بيلاروسية فوق ليتوانيا، وطائرات روسية بدون طيار بتدخل نطاق قواعد أمريكية في استونيا، وحاجات تانية كتير. في 2025 ذكرت صحيفة كونفرزيشن إن الأسطول الجوية الروسية اختبرت المجال الجوي للناتو 18 مرة. ده كان 3 أضعاف عدد التوغلات اللي تسجلت في 2024. والطائرة بدون طيار الأخيرة دي في المجال الجوي البلغاري شكلها مؤشر إن بوتين مش ناوي يسيب الجزء الثالث من استراتيجية الحرب الخفية بتاعت روسيا في أي وقت قريب. ليه يعمل كده؟ روسيا تقريباً بتفلت من كل ده، على الأقل ده اللي بوتين فكره. وأخيراً في العمليات السيبرانية، الهجمات السيبرانية الروسية تتطور. زمان كانوا بيستهدفوا تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، لكن دلوقتي بقوا يركزوا أكثر على الأنظمة التشغيلية زي شبكات الطاقة وشبكات النقل. روسيا بتستخدم المعلومات المضللة كسلاح رئيسي في الهجمات السيبرانية. روسيا بتستخدم البوتات وحسابات وشخصيات وهمية على السوشيال ميديا علشان تتلاعب بواحد من أهم مصادر المعلومات عند ناس كتير، وتوجه الرأي العام والانتخابات برا بلدها. المفارقة هنا أن روسيا بتقيد الوصول للإنترنت المفتوح جواها، وفي نفس الوقت بتستغل نفس النوع ده من الوصول علشان تنشر أجندة بوتين في أماكن تانية. كلية كينغز في لندن بتوضح مدى انتشار الجهود السيبرانية. هي بتقول أن بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024 سجلت 505 حادثة من التلاعب والتدخل الأجنبي في المعلومات. الحوادث ذي شملت 25 منصة واستهدفت 90 دولة، وشاركت فيها 322 منظمة، وشملت 38 ألف قناة، وأدت لإنتاج 68 ألف قطعة محتوى. أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا ومولدوفا أكثر دول تعرضت للاستهداف. وعمليات السوشيال ميديا بتوضح أن الحرب السيبرانية الروسية مش بس تعطي الأنظمة، لكن كمان بتأثر على الرأي العام. كلمة الانقسام بتتكرر قدامنا. روسيا من خلال هجماتها السيبرانية بتأدي أهدافها وبتخلق جو سياسي منقسم زي اللي حاصل في أمريكا وبريطانيا. أوروبا بتحاول ترد على الهجمات دي. في ديسمبر 2025 المجلس الأوروبي أعلن عن فرض عقوبات على كيانين و12 شخص كانوا متورطين في التلاعب بالمعلومات والهجمات السيبرانية. خطوات مهمة بس مش كفاية توقف استغلال روسيا الهجمات السيبرانية، وده المشكلة الكبيرة اللي أوروبا بتواجهها. في الوقت اللي روسيا بتشن حربها في الظل، كتير من الناس في أوروبا يا إما مش عارفين إيه اللي جاي، يا إما بيفسروا الحرب دي بشكل غلط وبيعتبروها حاجة غير حقيقتها. في كثير من الدول الأوروبية أنواع التخريب والجرائم السيبرانية اللي روسيا بتعملها غالباً بيتم التعامل معاها من خلال أطر إنفاذ القانون الجنائي والمدني.
تخريب الكابلات غالباً بيتحسب كحوادث بحرية. بوتين عارف ده، وعلشان كده روسيا بتنجو من كثير من أفعالها في الحرب الهجينة. روسيا مش بتتعامل على إنها بتعمل أعمال حرب متكررة، وبتدعي إن محدش يقدر يحاسبها عن الجرائم دي، ومفيش إجراء ممكن يتاخد ضدها. حتى عسكرياً الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ما عملوش كفاية لوقف روسيا. يوروميدان بريس قال إن برونو كاهل رئيس جهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني بيتوقع هجوم روسي على دولة بالناتو قبل نهاية العشرينات. وفيه ناس تانية زي كارستن بروير مفتش الجيش الألماني قالوا نفس الكلام تقريباً. التحذيرات بتتكرر في أوروبا إن الردع التقليدي مش شغال، ومع كده أوروبا لسه مش جاهزة إن الحرب الخفية تتحول لحرب تقليدية. يوروميدان بريس بيقول أوروبا مش حتكون جاهزة قبل 2035، يعني بعد 5 سنين، رغم تحذيرات جنرالات الناتو من هجوم روسيا، وفي جزء من أوروبا مش حيبقى جاهز. على الجبهة الشرقية ابتدينا نشوف الاستعدادات بتزيد. بلغاريا هي أفضل مثال، بتطلب مساعدة من اليونان وأوكرانيا عشان تواجه التهديد الروسي الحتمي. أخبار RFU بتقول إن في دول أوروبية تانية بتعمل كده. أوكرانيا بقالها أكثر من 4 سنين بتدافع ببراعة ضد حملات زي اللي بوتين ممكن ينفذها في أوروبا. أوكرانيا دلوقتي عندها قاعدة صناعية دفاعية أقوى، وطوروا تقنيات لمكافحة الطائرات بدون طيار زي مسيرات اعتراضية والحرب الإلكترونية. بلغاريا دلوقتي هتستفيد من التقنيات دي، وكمان الدنمارك وفنلندا ولاتفيا، وكلهم مضوا شراكات مع أوكرانيا تحت مبادرة البناء من أجل أوكرانيا. بدأنا نشوف دمج خبرة أوكرانيا في أوروبا الشرقية. ده ممكن يبقى رد مثالي على حرب بوتين الخفية. الأسلوب اللي كان هدفه التفريق بدأ فعلا يخلق وحدة في أوروبا، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية، وده هو الرد المثالي على اللي روسيا بتعمله. الاستعدادات للحرب بدأت فعلا في كتير من المناطق الشرقية. بلغاريا لسه دلوقتي بس بدأت تصحى على التهديد اللي روسيا بتمثله، وابتدت تجهز نفسها. في لاتفيا مجموعة قتالية للناتو بقيادة لواء ألماني بتتجهز وحتكون جاهزة سنة 2027. بولندا بقت واحدة من أقوى الدول الأوروبية، صرفت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بتاعها على الدفاع في سنة 2025، وده أعلى نسبة بين كل أعضاء الناتو. و54% من مصاريف الدفاع عندهم مخصصة لصناعة الأسلحة، مش للمرتبات والتكاليف. دول البلطيق الثلاثة ليتوانيا، لاتفيا واستونيا استثمروا كتير في الدفاعات الحدودية زي بولندا. اللي بنشوفه هنا هو أن البذور دي بتتزرع دلوقتي في أوروبا الشرقية. في وقت كثير من دول القارة مترددين ومش عارفين يردوا على الحرب الخفية، رغم تحذير الجنرالات أن روسيا بتستعد تروح أبعد. بلغاريا وبولندا ودول البلطيق كلهم بيستعدوا للي شايفينه جاي. ضيف اليونان للمعادلة دي كمان. بلغاريا بتعتمد في الدفاع على جارتها. التعاون بين الدول دي وأوكرانيا في أعلى مستوياته دلوقتي. الدفاعات بتتجهز، وأقراص الإنذار اللي سببتها حرب الظل الناس بدأت تاخدها بجدية. أوروبا الشرقية بتنضم لأوكرانيا، وبتخلي بوتين يعرف إن حرب الظل اللي بيشنها مش مخوفاهم. هم بيستعدوا للمعركة وبيشتغلوا جنب أوكرانيا، ومستعدين يسحقوا زعيم روسيا وطموحاته الإمبراطورية. وطبعاً كل ده على أساس إن روسيا لسه عندها جيش يحول حربها في الظل لتقليدية، وده مش مضمون لأن عشرات الآلاف من جنود بوتين بيتدمروا في أوكرانيا. المشهد العسكري في أوروبا بيتغير قدام عينينا. في كل أنحاء القارة دول كتير بتزود إنفاقها العسكري وبتستثمر في معدات جديدة مبتكرة وبتجهز نفسها لاحتمالية الحرب. هم شافوا عدوان روسيا الوحشي في أوكرانيا وعايزين يكونوا جاهزين يردوا لو فلاديمير بوتين قرر يهاجم مكان تاني. بولندا باعتبارها من أقرب دول الناتو للصراع كانت من أكتر الدول اللي خدت خطوات استباقية في الاستعداد، وبيجمعوا اللي بعض الخبراء بسموه أقوى جيش دبابات في أوروبا، وبحققوا أسوأ كوابيس بوتين على باب روسيا. خبراء الجيش في موقع Army Recognition عملوا مؤخرا تقييم شامل لأساطيل الدبابات الأوروبية. بصوا على عدد الدبابات اللي كل دولة عندها دلوقتي، وكمان أي طلبات جديدة المفروض توصل خلال السنين الجاية، وكمان أشهر أنواع الدبابات اللي بتستخدم في القارة دلوقتي، وأي أساطيل عندها أفضل فرصة لمواجهة غزو روسي محتمل. أبحاثهم كشفت عن اتجاهات مثيرة للاهتمام، وأثبتت بشكل قاطع إن بولندا مش بتهزر لما يجي الموضوع لتحديث جيشها والدفاع عن حدودها. تعالوا نبص على البيانات عن قرب. تاريخياً واحدة من أبسط الطرق لمقارنة قوة أسطول الدبابات بين دولتين أو أكتر هي إننا نبص ببساطة على حجم الأسطول نفسه. عدد الدبابات الأكبر مش دايماً معناه قوة أكتر،
بس أكيد بيفرق لما يكون عندك كام 100 دبابة تقدر تعتمد عليهم بدل ما يكون عندك كام عشرات بس. ومن ناحية الأرقام البحتة بولندا مش في قمة القائمة، بس أكيد قريبة جدا. وبحسب بيانات Army Recognition تركيا هي اللي تتصدر القائمة بعدد تقديري حوالي 2381 دبابة في المجمل. اليونان بتحتل المركز الثاني في الترتيب بعدد مذهل من الدبابات حوالي 1385 دبابة. وللمقارنة الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة بتشغل حاليا حوالي 2640 دبابة، في حين أن الصين بتتصدر الترتيب العالمي بحوالي 4700 دبابة. وروسيا عندها تقريبا 3460 دبابة عاملة في الوقت الحالي، وكمان حوالي 2100 دبابة أقدم لسه في المخازن، ومعظمهم بيرجعوا لأيام الاتحاد السوفيتي. آخر البيانات بتحط بولندا ثالث أوروبا بأقل من 900 دبابة. بس بولندا بالفعل عندها خطط لشراء دبابات إضافية، وده المفروض يخلي إجمالي عدد الدبابات عندها يوصل ما بين 1800 و 1900 دبابة. ده هيخلي الجيش البولندي يتفوق على اليونان ويتقدم على أغلب دول أوروبا التانية. ألمانيا مثلا اللي هي كمان شغالة دلوقتي على تطوير جيشها بعد سنين طويلة من الركود، عندها بس 313 دبابة في المجمل. ونفس القصة تقريبا في باقي دول غرب أوروبا الكبيرة. فرنسا عندها أسطول حوالي 200 دبابة مثلا، في حين أن المملكة المتحدة متقدمة شوية عندها 213 دبابة، وإسبانيا عندها حوالي 274 دبابة. الأساطيل دي ممكن تبان صغيرة بشكل محرج تقريبا لما نقارنها بآلاف الدبابات اللي عند دول زي الصين وروسيا وأمريكا، مع أنه خبراء الجيوش بيأكدوا أن الموضوع مش العدد بس. في أساطيل الدبابات الحديثة الجودة كمان مهمة. بلد زي روسيا مثلا شكلها عندها قوة دبابات ضخمة جدا وصعب حد ينافسها لو ركزنا بس على الأرقام. بس لما تيجي تدقق في التفاصيل وتشوف أنواع الدبابات اللي بيستخدموها هتلاقي إن كتير منها قديم ومتهالك بالنسبة لمعايير النهاردة، وما فيهاش المميزات الأساسية والتقنيات الحديثة اللي بتميز أفضل دبابات العالم عن غيرها. التقرير بيشير مثلا إنه نسبة كبيرة من أسطول روسيا دلوقتي مكون من موديلات قديمة زي دبابات تي 55 وتي 62 من أيام الاتحاد السوفيتي، وأنواع أقدم من تي 72 وتي 80 جنب الموديلات الأحدث زي تي 90. في دبابات زي تي 55 تاريخها قديم وتقدمت بعد الحرب العالمية الثانية، ودلوقتي تقريبا منهاش أهمية في المعارك الحديثة. ونفس الكلام ممكن يتقال عن تي 62 وبعض دبابات القتال الرئيسية الثانية الروسية. من ناحية أنظمة التحكم في النيران وقدرة البقاء والتكامل الرقمي والمعايير المهمة، الأنواع دي من الدبابات متأخرة جدا عن أفضل النماذج في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. يعني حتى لو موسكو لسه تقدر تجمع أعداد كبيرة، ده مش معناه نفس الأهمية اللي كان ليها زمان، لأن القوة الحقيقية لقوات الدبابات النهاردة مش بس في عددها الكبير سواء كان بالآلاف أو أكتر، لكن في أن الأسطول ده يكون عنده إمكانيات حديثة ومتطورة. الموضوع أن الدبابات لازم تقدر تتعامل مع ساحة المعركة الحديثة وتتمتع بأعلى معايير البقاء والاستعداد القتالي والتكامل الرقمي علشان تجمع وتشارك البيانات مع الأنظمة والوحدات التانية وتساعد في الاستراتيجيات وتدي الأفضلية التكتيكية وقت المعركة. القادة العسكريين في أوروبا فاهمين ده كويس، وعشان كده أساطيلهم رغم أنها صغيرة على الورق لكنها في الواقع أقوى بكتير. أسطول ألمانيا اللي فيه 313 دبابة على سبيل المثال كله عبارة عن دبابات ليوبارد 2 بس. كثير من الخبراء حوالين العالم بيعتبروا ليوبارد 2 واحدة من أفضل إن ما كانتش أفضل دبابة موجودة النهاردة، وده بدرجة كبيرة بسبب تصميمها اللي شبه مثالي واللي بيحقق توازن ممتاز بين القوة النارية والقدرة على الحركة وحماية الطاقم. في عدد قليل جدا من الدبابات على وجه الأرض اللي تقدر تضاهي ليوبارد 2 بمحرك ديزل قوته 1500 حصان اللي بيسمح لها توصل لسرعة قصوى 70 كيلومتر في الساعة أو 43 ميل في الساعة. وكمان البصريات المتطورة بتاعتها مع مدفعها الأملس عيار 120 ملم بيسمحوا لها تضرب أهداف بدقة على بعد لحد 5 كيلومتر أو 3.1 ميل حتى وهي ماشية. الدبابة دي كمان عندها ميزة، الدرع الطبقي المتعدد اللي بيتطور وبيتحسن باستمرار، ومعاه نظام تحكم في النيران متقدم وتصوير حراري وتكنولوجيا إدارة ساحة المعركة الرقمية. فرنسا برضو عندها أسطول صغير لكن قوي فيه 200 دبابة لوكليرك بتاعتها
منهم 51 وحدة طورت لأحدث وأقوى معيار XLR. مع أن لوكليرك مش بتتصدر تصنيفات أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم، لكنها لسه دبابة خطيرة لأي قوة معادية بتقابلها، ومعروفة بمستوى التنقل العالي بتاعها وأنظمة التحكم في النيران المتطورة والملكم الآلي السريع بتاعها. هي واحدة من أكثر الدبابات الغربية استجابة في القرن 21، ومزودة بدروع معيارية علشان تسهل التصليح والترقية والصيانة في ظروف القتال الحقيقية. وفي المملكة المتحدة الوضع مشابه. الجيش البريطاني عنده 213 دبابة تشالنجر 2، وبيتحرك بخطى ثابتة ناحية الجيل الجديد تشالنجر 3، وده بيجي مع مدفع رئيسي جديد ومحسن ودروع أقوى وأنظمة مركزية أكثر تطور، وده بيخلي أسطول الدبابات في البلد يواكب كتير من نظرائه. في كل أنحاء أوروبا نفس النمط واضح، وكثير من الدول عندها قوات صغيرة لكن قوية ولسه مناسبة لاحتياجاتهم الخاصة. إسبانيا على سبيل المثال عندها 219 دبابة ليوبارد 2E و55 ليوبارد 2A4، وده بيكون قوة مدرعة متوازنة وبتفكر في المستقبل. إيطاليا عندها 150 دبابة من نوع C1 إريتي بتاعتها، لكن شغالة على تحديث أسطولها بنسخ أكثر تطور. أما هولندا بعد سنين من التشغيل من غير أسطول مستقل واندماجها في وحدة ليوبارد 2 ألمانية هولندية مشتركة اتأسست سنة 2015، دلوقتي بتتحرك علشان تعيد قدرتها المدرعة بشراء 46 دبابة ليوبارد 2 A8 جديدة. أما السويد فعندها 110 دبابات STR في 122، واللي بشكل عام بتعتبر من أفضل نسخ ليوبارد 2 اللي في الخدمة دلوقتي. رغم وضعها المحايد تاريخيا، سويسرا برضو استثمرت بشكل كبير في دبابات ليوبارد 2، وعندها 134 وحدة اتعدلت مخصوص علشان تناسب معاييرها الوطنية. في الدول الإسكندنافية فنلندا عندها 200 دبابة ليوبارد 2 زيادة، منهم نسخ 2A4 و2A6، في حين إن الدنمارك والنرويج عندهم قوات أصغر، فيها 44 دبابة ليوبارد 2A7 في للدنمارك، 36 دبابة ليوبارد 2A4 للنرويج. البرتغال عندها أسطول من 34 دبابة ليوبارد 2A6، أما النمسا فعندها 53 دبابة ليوبارد 2A4. وفي وسط أوروبا فيه المجر عندها 110 دبابة من نسخ ليوبارد 2 ودبابات سوفيتية T-72، وتشيكيا عندها 58 دبابة ليوبارد 2A4 ودبابات T-72 مطورة، وسلوفاكيا عندها أسطول صغير لكن متوازن برضه مكون من دبابات ليوبارد 2A4 ودبابات T-72 الروسية. كل ما نروح شرق بنلاقي دبابات T-72 ودبابات تانية من الاتحاد السوفيتي أكتر. رومانيا مثلا عندها أسطول كبير فيه 377 دبابة، بس أغلبهم من الطرازات القديمة زي T-55AM، TR-85 و TR-85M1. وفي صربيا فيه 229 دبابة، منهم 195 دبابة M84 و30 دبابة T-72 ودفعة صغيرة من M84 AS1. مع أن بعض الأساطيل دي أصغر أو أضعف من غيرها بشكل ملحوظ، إلا أن كتير منها بيعكس احتياجات وطموحات الدول دي العسكرية بشكل معقول. المملكة المتحدة كدولة جزيرية مش لازم يبقى عندها آلاف الدبابات، لكن عندها نماذج متطورة جاهزة للاستخدام عند الحاجة. احتياجات بولندا مع ذلك مختلفة تماما، لأنها موجودة جنب أوكرانيا على طول، لازم تكون مستعدة تتعامل مع نفس نوع الغزو اللي كييف مرت به في 2022. لازم يكون عندها قوة برية قوية تقدر تواجه مئات الدبابات والمركبات الروسية وعشرات الآلاف من الجنود اللي ممكن يجتاحوا حدودها. وفي الحالة دي أسطول صغير فيه كم دبابة بس مش هيكفي أبدا. لحسن الحظ بولندا بتاخد كل الخطوات الصح عشان تجهز نفسها لأسوأ سيناريو ممكن. قبل ما ندخل التفاصيل، ده سبب عمل برنامج The Military Show عشان نشرح إزاي القوة بتتحرك فعلا. لو جديد هنا دوس اشتراك عشان تتابع الجديد. دلوقتي بولندا بتعتمد على الجودة والكمية مع بعض في أسطول دبابتها، مش واحد بس. هي عايزة أسطول مش بس مكون من أحدث الموديلات المتطورة، لكن كمان عايزة تضمن إن قوتها تكون كبيرة كفاية عشان ترعب بعدها. هي عايزة قوة فعلا عندها فرصة تواجه آلاف الدبابات الروسية اللي لسه في الخدمة،
وكمان آلاف تانية متخزنة في مخازن الاتحاد السوفيتي القديمة، وهي فعلا ماشية كويس لتحقيق الرؤية دي. ودلوقتي أسطول الدبابات البولندي من أفضل الأساطيل في القارة، وبيضم مش دبابة أو 2 لكن 3 من أفضل الدبابات في العالم: دبابة كي 2 بلاك بانثر من كوريا الجنوبية، وM1A2 أبرامز من الولايات المتحدة، وليوبارد 2 من ألمانيا. بالمجمل وارسو تقدر تعتمد على 180 دبابة كي 2 بلاك بانثر، و117 دبابة M1A2 أبرامز، وكمان 116 من الطراز الأقدم شوية لكن لسه ممتاز M1A1 أبرامز، وكمان 202 دبابة ليوبارد 2، منهم 105 من طراز 2A5 و97 من طراز 2B لام. بولندا عندها كمان 205 دبابة PT91، وكمان مجموعة صغيرة لكن لسه ملحوظة من 46 دبابة T72. دي قوة مش بطالة بأي حال من الأحوال، بس بولندا بتسعى لأكتر من كده بكتير. بولندا دلوقتي في عملية الحصول على 1000 دبابة K2 وK2PL إضافية في صفقة بمليارات الدولارات. للمعلومية دبابة كي 2 بتعتبر بشكل عام أكتر دبابة متطورة موجودة، هي متفوقة في تقريبا كل حاجة مهمة. في الحركة مثلا الكي 2 بتحدد معيار صعب كتير من الدبابات التانية تقدر توصله، وده فضل نظام التعليق الداخلي اللي فيها واللي بيسمح لها تتحرك بسهولة على الأراضي الوعرة، وده مثالي للمناظر الجبلية في شبه الجزيرة الكورية وأماكن شبهها بالعالم. وكمان لما نيجي للقوة النارية، الدبابة كي 2 بتتفوق بمدفعها الأملس أيار 120 ملم L55، ومعاه محمل آلي بيسمح لها تطلق لحد 15 طلقة في الدقيقة حتى وهي ماشي. ومع أنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار المتقدمة عالميا، الدبابة كي 2 مش بس قوية، دي كمان دقيقة جدا وبتصيب هدفها تقريبا في كل مرة. الدبابة كمان قادرة تطلق الذخائر الذكية الكورية الجنوبية للهجوم من الأعلى، أو كيستام 2 اللي بتقدر تطير في مسارات عالية زي قذائف المدفعية علشان تضرب الأجزاء العليا الأضعف في دبابات ومدرعات العدو من فوق. وبكده نوع الدبابة اللي هتقابلها كي 2 مش هيفرق، وغالبا هتكون لها الأفضلية في أي مواجهة 1 ل1. تكنولوجيا كي 2 كمان على مستوى تاني خالص، فعلا دايما بيوصفوها إنها كمبيوتر خارق متحرك، وعندها من أحدث تقنيات إدارة المعارك، وده بيسمح لها تتكامل وتشارك البيانات بسهولة مع الوحدات زي الطيارات بدون طيار والطائرات والفرع الأرضية. أكيد كل التكنولوجيا والقوة النارية مش هيفرقوا لو كي 2 مش بيتحمل الضرب. لحسن الحظ هو كمان واحد من أقوى الدبابات اللي موجودة، بيستخدم درع مركب ودرع تفاعلي متفجر ونظام حماية نشط بيشتغل على تعطيل التهديدات عشان يقدر يتحمل الضربات المباشرة ونيران الأسلحة الخفيفة، وكمان يواجه الصواريخ اللي جاي عليه. وفوق كل ده كي 2 أخف وأكثر رشاقة من أقرب منافسين ليه ليوبارد 2 وM1 أبرامز. يعني مش بس قوي وصلب ومتقدم تكنولوجيانا، لكن كمان سريع بشكل مفاجئ. ولما خطة بولندا تتحقق غالبا هيبقى عندها عدد من الدبابات دي أكتر من أي دولة تانية، بإجمالي أسطول أقل شوية من 2000 دبابة. وكمان أول دفعات وصلت فعلا، وده بيدي أطقم الدبابات في بولندا الوقت والفرصة اللي محتاجينها عشان يبدأوا يتعلموا أنظمة كي 2 ويتقنوا تقنياته الكتير والمثير. كل ما الوقت بيعدي كل ما الأطقم دي هتبقى أكتر احترافية. مش غريب خالص إن الأرمي ريكوجنيشن ومجموعات المحللين العسكريين التانية ما عندهمش أي تردد في وصف بولندا بأنها أكتر دولة بتعمل تحديث شامل للدروع في أوروبا دلوقتي. مفيش دولة تانية قريبة حتى. لما بولندا تخلص التوسعات بتاعتها هتعدي اليونان من ناحية عدد الدبابات وهتقرب من تركيا. الأهم إنها هتكون أحدث بكتير من أي دولة من دول دي، وكمان أكبر من كل دول أوروبا الغربية مع بعض. دي هتكون أقوى قوة بتجمع بين العدد الكبير والدعم الصناعي وكمان التوافق الكامل مع الحلفاء. الجزء الأخير ده يمكن هو الأهم، وكمان هو الحاجة الوحيدة اللي بتخوف روسيا أكتر، لأن زي ما موقع Army Recognition بيقول لما نبص على أساطير الدبابات اللي بتظهر وبتتطور في أوروبا في حاجة بتبان بوضوح، نفس الموديلات بتتكرر كتير. دول كتير استثمرت في دبابة ليوبارد 2 مثلا، وكمان في الأبرامز، وفي دول تانية أبدت اهتمامها أنها تمشي على خطى بولندا وتشتري دبابات كي 2 برضو.
حتى دول أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيتية السابقة اللي اعتمدت سنين على مخزونها من دبابات تي 72 القديمة ونماذج مشابهة بدأت تسيب النوع ده من الدبابات وبتتجه لاختيارات غربية. ده شيء كبير جدا لأوروبا كقوة موحدة وكمان لتحالف الناتو، لأنه لما يكون عندك قارة كاملة بتستخدم منصات متطورة مشتركة أو متقاربة بيكون أسهل بكتير إنهم يشتغلوا مع بعض ويساعدوا بعض ويجمعوا قوتهم وينشروا قواتهم جنب بعض من غير ما يقلقوا من مشاكل التوافق أو إنهم يعطلوا بعض. زمان لما كل دولة كانت بتستخدم دبابات مختلفة كان التعاون بينهم في القتال هيبقى أصعب بكتير، لكن اللي كان زمان عبارة عن أساطيل وطنية قديمة ومختلفة كل واحدة ليها خصائصها وسماتها الخاصة اتحول بسرعة زي ما وصفوا موقع Army Recognition لقوة مدرعة أوروبية موحدة وعالية التكنولوجيا قادرة على تنفيذ عمليات مكثفة ومستدامة. التقرير كمان بوضح أنه رغم أنه دول أوروبا الغربية تاريخيا عندها أقوى اقتصاديات وبالتالي عندها فلوس أكتر تصرفها على جيوشها، إلا أنه ميزان القوة في أوروبا فعليا بيتجه ناحية الشرق، ناحية الدول الأقرب لروسيا، واللي بوتين ورجالته في الكرملين هيشوفوهم كأكبر تهديد مباشر لهم وأهداف محتملة لأي غزو أو عمليات عسكرية خاصة في المستقبل. بولندا هي أهمهم. بقالها سنين في شائعات وكلام بيتقال عن خطط بوتين المحتملة إنه يكمل تقدمه من خلال أوكرانيا أو يستغل سيطرته على بيلاروسيا عشان يشن هجوم على بولندا ويعزل دول البلطيق ويفتح طريق من البر الروسي للجيب كالينينغراد ويختبر قوة الناتو أخيرا. بولندا فاهمة ده كويس، هي عارفة إنه لو روسيا ناوية فعلا تكمل عملياتها العسكرية بعد أوكرانيا فورسو هتكون في مرمى نيرانها، وعشان كده هي بتاخد كل الإجراءات لتقوية قواتها وبتستبدل الأنظمة القديمة وبتوسع أسطولها وبتستثمر في أفضل الدبابات اللي الفلوس تقدر تجيبها. بولندا مش بس مهتمة بالدبابات، زودت ميزانية الدفاع بشكل كبير لحوالي 5% وبقت الأولى في أوروبا، وفي نفس الوقت بتزود عدد الجنود وتدرب المدنيين على الدفاع والإسعافات وبتقوي الأمن السيبراني، وكمان بتبني نظام تحصينات قوي على حدودها الشرقية اسمه الدرع الشرقي، فيه مخابئ، حواجز مضادة للدبابات وأنظمة ضد الطائرات بدون طيار عشان تقدر تواجه أي تصرف من روسيا. مع أنه دول أوروبية كتير كمان بتعمل شغل ممتاز في تحديث وتحسين جيوشها، بس بولندا هي اللي بتدي أفضل مثال في الموضوع ده. شوية بشوية بولندا بقت القوة الكبيرة في الجناح الشرقي اللي محتاجينها، الرادع اللي واقف بين فلاديمير بوتين وأي حملات غزو هو بيفكر فيها في المستقبل، الجدار المنيع بين آلة الحرب بتاعت الكرملين وتحالف الناتو، ولسه هيقوى أكتر من كده كمان. دلوقتي تقدر تعرف أكتر عن إزاي حرب افتراضية بين روسيا وبولندا ممكن تمشي في الفيديو ده اللي بيستعرض مقارنة بين القوتين وممكن يكون رد الفعل الأوسع لو روسيا اتجرأت وزحفت على وارسو. لو عايز تعرف آخر تطورات أوكرانيا اتفرج على الفيديو اللي بيشرح إزاي ضربات الطائرات المسيرة من كييف ممكن تؤدي لانهيار اقتصاد روسيا. لو عايز تحليلات أعمق وتقارير عسكرية مبنية على الحقائق زي دي اشترك في دمالة الريشو النهاردة.